تخيل شخص بيوصل لمنصب مهم في شغله، بس الماضي اللي غلط فيه بيرجع له تاني وبيموت بسببه، بس بياخد فرصة تانية وبيرجع بالزمن عشان يغير حياته كلها. يا ترى هيقدر يصلح أخطاء الماضي؟ تعالوا نشوف إيه اللي حصل مع الدكتور بارك. تحذير: هذا المحتوى لا يمد للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. بتبتدي قصتنا قدام مستشفى وبنشوف 3 أشخاص واقفين، واحد منهم مدير المستشفى واسمه كيم، ويقول لبطلنا بارك: طيب دلوقتي خلي بالك من نفسك. بيرد بطلنا وهو بينحني قدامه: حاضر يا سيادة المدير. بيكمل كيم: جهزت الخطابة عشان منصبك الجديد كمدير للمركز؟ فبيقول له بطلنا انه جهزه، وبتوصل العربية جنبهم وبيفتح بطلنا الباب ليهم وبيقول له الراجل الأقرع: طيب دلوقتي ارجع للبيت وارتاح. بيشكرهم بطلنا وبتمشي العربية وبتسيبه. الدنيا بتكون عمالة بتمطر، فبيبتسم بطلنا وبيقول لنفسه: أخيرا. طبعًا يا جماعة بطلنا ده دكتور في مستشفى تابع لجامعة ميونج سونج، والمستشفى ده متطور جدًا وسمعته كويسة أوي، لكن هو في الواقع مش بيقبل إلا الدكاترة اللي من طبقة النخبة، وأي حد مش متخرج من جامعة ميونج سونج بيترفض على طول كدكتور في المستشفى. لكن رغم كل ده بطلنا كان جاي من جامعة عادية، وكان يعتبر أول شخص في مستواه بيمسك منصب مدير مركز القلب في المستشفى. طبعًا بطلنا تعب أوي عشان يوصل للمرحلة دي، وكان عارف بيعمل إيه عشان يقدر ينجز بسرعة. فمثلًا العمليات للناس العادية ما كانش بيركّز عليها، كان دايمًا بيطبّل لمدير المستشفى والناس اللي من النخبة عشان يكسبهم، ولو كان في أي دكتور حاول إنه يكبر قصاده كان بيقف في وشه، وممكن إن الحكاية توصل لطرد الدكتور ده من المستشفى كلّها. وبطلنا يا جماعة هو راجل بسيط ابن راجل مزارع، كان بيجتهد عشان ينجح مهمًا كان التمن. وهنا بيقف بطلنا وبيبُص للسما وبيقول: أخيرًا. بنروح دلوقتي للعربية اللي مشيت وبيقول للراجل الأقرع: مدير كيم، أنت ليه اخترت بارك؟ أنا فاهم إن مناسب يكون خليفة لتشو، بس ده مش خطر عليك إنك تعينه مدير لمركز القلب؟ ده راجل طموح أوي. بيرد كيم: هو ده بالظبط اللي خلاه المرشح المثالي للمنصب ده. فبيطلب الراجل اللي أقرع منه إنه يوضح له فكرته. فبيكمل كيم: بارك عبارة عن كلب صيد وعاوز يبقى إنسان، وهو دايما جاهز يعمل أي حاجة عشان يكسب الرضا حتى لو كانت المكافأة بتاعته حتة لحمة صغيرة. ومدير مركز منصب ده هيكون بمثابة حتة لحمة صغيرة ليه، واعتبارا من دلوقتي كل اللي هنعمله إننا هناخد إحنا الصيد اللي بيصطاده. الولد ده عنده مهارة في الصيد وهيبقى الكارت الكسبان. بيقول له الأقرع: طيب لو بقى مغرور بقى وحاول إنه يوصل لمكان أكبر مع أسياده؟ بيرد كيم: ما تقلقش، الكلب هيفضل طول عمره كلب، وفي حياته كلها عمره ما هيبقى إنسان. تاني يوم الصبح في المستشفى بنشوف 2 دكاترة في الطرقة، وبيقول واحد منهم: يعني منظره وهو ماشي وشايف نفسه كده بعد ما بقى مدير مركز خلاني أكرهه. بيرد التاني: بس ده ما جاش على حفلة عيد ميلاد المدير في آخر مرة، مش كده؟ عمومًا لو مهما عمل عشان يحسّن صورته، هيفضل حد دخيل علينا. وهنا بييجي بطلنا من وراهم وبيقول لهم صباح الخير، فبيتصدموا هُم الاتنين وبيكمّل بطلنا: ما فيش مشكلة يا شباب، كمّلوا كلامكم. بيتخضوا هُم الاتنين وبيقول واحد منهم: إيه ده؟ نجم المستشفى الدكتور بارك؟ ما فيش حد في المستشفى دي زيك يا دكتور. بيرد بطلنا: وهو ينفع أكون نجم ورؤساء الأقسام هنا؟ أنتم بتبالغوا أوي يا جماعة. بيكمّل الدكتور: طيب يا رئيس القسم بارك، أقصد مدير المركز، إحنا مشغولين وهنروح نشوف شغلنا. بيسيبوه وبيمشوا، فبيبص لهم بطلنا، وفي اللحظة دي بييجي دكتور اسمه جيسو وهو زميل بطلنا وصاحبه، بيقول: مشغولين ها؟ حجتهم مكشوفة، هم غيرانين منك عشان بقيت مدير مركز. بيرد بارك: لما الناس تبص لحد إنه دخيل فهيفضلوا يبصوا له بالطريقة دي، وأنت عارف الحكاية دي ماشية إزاي. لو كان الموضوع في إيدهم ما كانوش هيسمحوا لي أدخل هنا أصلا. بيقول له جيسو: أيوه، ما هم الخريجين من جامعة ميونج سونج بيتعاملوا مع المتخرجين من الجامعة دي كأنه وسام ملكي. بس أنت بتبتسم ليه بالطريقة دي؟ بيقول بطلنا لنفسه: مش مشكلة، خليهم يبصوا لي بالطريقة دي طالما قادرين يبصوا كده، عشان أنا في الآخر هطيرهم واحد ورا التاني بس في الوقت المناسب. بعد فترة بنشوف بطلنا بيخش على مدير المستشفى كيم وبيزعق وبيقول: ليه كده يا حضرة المدير؟ بيسأله كيم في إيه؟ فبيكمل بطلنا: أنت عارف كويس أوي قد إيه أنا تعبت عشان الموضوع ده، والمريض ده يخصني. طبعا يا جماعة المريض اللي بيتكلم عنه بطلنا ده هو رئيس مجموعة هان الاقتصادية، واللي هي من أكبر المجموعات في البلد، والراجل ده كان السبب اللي وصل بطلنا بيه للقمة، وما ينفعش بطلنا يخسره أبدا. بيقول كيم: أنت قصدك الرئيس سيك اللي هيتعمل له عملية زراعة قلب؟ أنا عارف إنك راهنت بكل حاجة عشانه. بيرد بارك: طالما عارف يا حضرة المدير، ليه تخلوا البروفيسور جونسو هو اللي يعمل له العملية؟ بيرد كيم: دكتور بارك، مفيش داعي للانفعال ده، الجراحة دي الوسط الطبي المحلي والعالمي مركز فيها، وما تنساش إن المريض هو رئيس أكبر مجموعة اقتصادية في البلد. بيرجع بطلنا يزعق: وهو ده بالظبط اللي خلاني أشتغل بكل مجهودي وأخلي بالي منه لغاية اللحظة دي، يبقى ليه؟ بيكمل كيم: صحيح أنت قدمت كل حاجة وبسبب مجهودك وصلنا للمرحلة دي، بس دورك دلوقتي انتهى،
أنت عملت الأسيست الصح وهيجي شخص تاني ويسجل الجول. بينزل بطلنا على ركبه وبيقول: يا حضرة المدير، أنا ضحيت بمسيرتي المهنية كلها عشان الجراحة دي وأنا متأكد إنها هتنجح. أرجوك اديني الفرصة دي، أنت عارف إن في قسم جراحة القلب مفيش حد عنده خبرة زيي. بيرد المدير: بصراحة أنت عندك مهارات هايلة، بس ده مش معناه إنك أحسن واحد، مش كده؟ البروفيسور جونسو عمل العملية دي 3 مرات قبل كده ونجحت، وبرضه هو خريج جامعة جونز هوبكنز. وفوق ده كله لما ينجح البروفيسور من جامعة ميونج سونج في جراحة لرئيس مجموعة هان هيكون أحسن بكتير، ولا إيه؟ أنا كنت فاكر إنك فهمت الحكاية، بس شكلي كده طلعت غلطان. أنت مجرد كلب مطيع بينفذ الأوامر بتاعة صاحبه ويعمل الحاجة المطلوبة منه من غير ما يعترض. مش عاوزك تفتح الموضوع ده عشان مش عاوز يضيع مني شغل تاني مهم، فاهم؟ بيخرج المدير وبيسيب بطلنا لوحده في المكتب وهو بيترعش وبيزعق. بيعدي الوقت وبنشوف بطلنا واقف في الشارع بيشرب سيجارة، وفي اللحظة دي بيجي راجل وبيقول له: حضرتك طلبت تاكسي؟ بيركب بطلنا العربية وبيكون قاعد وحاطط ايديه على وشه، فبيسأله السواق لو في حاجة مضايقاه، فبيرد: الحياة متعبة قوي، كنت فاكر ان مجهودي هيعمل فرق بس ما حصلش اي حاجة، يبقى ليه عايش الحياة بالطريقة دي؟ فبيسأله السواق: انت حاسس بالندم؟ بيرد بارك: ايوه حاسس بالندم جدا، لو جات لي فرصة ان ارجع للماضي مش هتردد ابدا. بيكمل السواق: الماضي؟ ايوه فاهمك، لو قدرت انا ارجع للماضي برضه مش هتردد لحظة باني اعمل كده. وهنا السواق بيدوس بنزين فبيتخض بطلنا وبيكمل السواق: ندم؟ انت ضيعت حياة طفلة عندها 6 سنين وكل ده عشان النجاح اللي في دماغك، ودلوقتي بتتجرأ وبتقول انك ندمان؟ يسأله بطلنا وهو مرعوب: انت مين؟ بيرد السواق: مش مصدق، انت نسيت يونجي المريضة اللي كانت عندك من 3 سنين؟ وهنا بطلنا بترجع له الذاكرة وبيفتكر الطفلة اللي كانت مستنية عملية زراعة القلب، ويوميها بطلنا سرق القلب اللي كان جاي عشانها واداه لحفيدة واحد من النواب، وطبعا ده اللي خلى يونجي تموت. فبيصرخ بطلنا: هم قالوا ان حتى لو عملت عملية ليونجي ففرصة النجاح كانت شبه معدومة. بيرد السواق: فرصة؟ يعني حتى لو كانت 1% مش يبقى أمل؟ والأمل ده الأهل بيتمسكوا بيه، بس أنت دوست برجلك على الأمل ده. وهنا السواق بيفتح الباب فبيصرخ بطلنا: هو أنت فاكر إنك هتقدر تهرب من اللي هتعمله دلوقتي؟ بيرد السواق: من اليوم اللي ماتت يونجي فيه وأنا مش شايف أي معنى للحياة، ولو كان عندك أي فرصة تعيش حياة جديدة يبقى ما تكررش الخطايا نفسها يا دكتور يا سافل. بينط السواق في اللحظة دي من العربية وبتفضل العربية ماشية على الكوبري، وهنا بتلف وبتقع من فوق الكوبري في المية. بيعدي الوقت وبيسمع بطلنا حد بيقول: يا دكتور ضغط الدم لسه بينزل. فبيسأل الدكتور: نزل لغاية كام؟ فبتجاوبه الممرضة: ل 75. لا بقى 65. بيتلخبط الدكتور وبيقول: طب هنعمل ايه دلوقتي؟ بيقول بطلنا لنفسه: قصدك ايه هتعمل ايه؟ دلوقتي لما ضغط الدم بينزل فلازم تدي حقن الدوبامين على طول. هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا مت؟ بنشوف بطلنا في اوضه الاسعاف والدكتور والممرضات جنبه، وبتقول واحده منهم: نحقن دوبامين يا دكتور؟ بيرد عليها الدكتور: ايوه احقني دوبامين وبسرعه. بيفكر البطل لو ضغط الدم بتاعه وقف على 65 ساعتها هيفقد وعيه في اي لحظه، وهيحصل معاه اندحاس قلبي، واللي هو عباره عن سوائل بتكون متكونه حوالين القلب وبتمنع القلب انه يتملي بالدم، ولازم دلوقتي يعملوا له بذل التامور واللي هي ابره بيسحبوا بيها السوائل اللي حوالين القلب. فبتقول الممرضه: وقفوا، المريض بيدخل على سكته قلبيه. بيتخض الدكتور وبيقول: اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول بطلنا في سره: حقنه ادرينالين وبعدها اتروبين. بيكمل الدكتور: ايوه صح، ادوا له بسرعه حقنه ادرينالين وبعدها اتروبين. بتقول الممرضه ان ضغط الدم بينزل اكتر فبيقول لها تجيب جهاز الصدمات الكهربائيه. بيبتدي يديله صدمات وبيزود الشحنه لكن مفيش اي نتيجه. وهنا بيقول بطلنا في سره: يا غبي، لو عملنا العمليه بالطريقه الصح كنت هفضل عايش دلوقتي، ايه النهايه العبثيه دي؟ بيغمض بطلنا عينيه وبيرجع يفتحها بيلاقي نفسه في مكان تاني وهو بيفكر ايه اللي حصل دلوقتي ولو كان اللي فات ده مجرد حلم. بيمد ايده في جيبه وبيخرج جهاز الارسال وبيبص له وهو مستغرب، فبيسمع صوت حد بيقول له: النوم في الشغل اكيد ده شعور حلو، بارك اصحى كده عشان عايزينك في الاسعاف، لو شافوك كده نايم هتتهزق جامد. بيبص له بطلنا وهو مستغرب وبيقول له: انت مين؟ بيكمل الدكتور: هو انت لسه بتحلم ولا ايه؟ انا صاحبك يا جيسو. بيتصدم بارك وبيقول له: انت بجد جيسو؟ فبيرد عليه: ايوه، الا لو كنت تعرف جيسو تاني غيري بقى. بيفكر بطلنا ان جيسو عدى سن ال40 لكن دلوقتي منظره زي ما يكون في الشباب. بيكمل جيسو: مالك؟ عاوزني اوضحها لك اكتر من كده؟ انت في مستشفى جامعه ميونج سونج وانت المتدرب الطبي بارك. بيقعد بطلنا على السرير وبيقول في سره: ايه اللي بيحصل؟ وبيقول لجيسو: انا متدرب؟ بيرد عليه: ايوه يا اهبل، بطل اللي بتعمله ده زي ما تكون صاحب المكان، قوم بسرعه يلا. بيفكر بطلنا ان جيسو اللي هو خريج كليه الطب من جامعه ميونج سونج هو الشخص الوحيد اللي في المستشفى اللي بيعتبره صاحبه الحقيقي عشان هو راجل طيب وروحه حلوه. بيكون فاكر ان كل اللي حصل ده عباره عن حلم، وبيبص للتاريخ على الحيطه وبيشوف ان هم في سنه 98 ودي السنه اللي بطلنا فيها كان متدرب. بيكون شاف ان الحلم ده فيه تفاصيل كتيره بشكل سخيف. وهنا بيضربه جيسو على دماغه بيقول له: عاوزني اشيلك لهناك؟ يلا بسرعه، ايه دماغك بتوجعك دلوقتي؟ بيفكر بطلنا ان في الاحلام المفروض مفيش حاجه هتوجعه. بعد شويه
بنشوفه هو وجيسو ماشيين في الطرقة وبطلنا عمال يبص حواليه وبيقول لنفسه ده شبه الوقت اللي كنت فيه متدرب، أنا هصدق إن الكلام ده حقيقي. فبيقول دكتور واقف في الطرقة أنت جاي تتسلى هنا مش كده؟ بيستغرب بطلنا لما بيشوفه عشان ده جونهو، وجونهو كان بيعمل معاه مشاكل دايما من اللحظة اللي اختار فيها بطلنا تخصص جراحة القلب. بيكمل جونهو أنا شايفك ماشي بتتمخطر، هتفضل واقف هنا؟ يلا اجري بسرعة. بيجري جيسو وبطلنا اللي بيفكر إن الحلم ده واقعي جدا بكل تفاصيله، وإن حسب ذكرياته المكان اللي هيخش عليه دلوقتي هو قسم الطوارئ. وطبعا يا جماعة الناس لما بتسمع عن قسم الطوارئ بيتخيلوا إنه مكان متوتر قوي عشان الفرق بين الحياة والموت فيه هو خط رفيع، بس الواقع مش زي اللي بتصوره الميديا خالص، عشان اللي بيوصل من المرضى في عربية الإسعاف هم 30% بس، والباقي ما بيوصلش عايش. إنما الناس عموما بتخش قسم الطوارئ على طول. وفي المستشفى دي موجود في القسم 40 سرير وحوالي 10 دكاترة بيشتغلوا في المناوبة الواحدة. ولما بيكون قسم الطوارئ زحمة بيحسسوا المدربين إن هم في ساحة معركة. وهنا بتمسك واحدة في إيد بطنة وبتقول له بصوت تعبان يا دكتور أرجوك ساعدني. بيبص لها بطنة وبتكون ماسكة رقبتها فبيسألها إيه اللي بيوجعها، فبتقول له وهي بتكح إنها من فترة كانت بتشرب شوربة سمك، فبيطلب منها بطنة تفتح بقها، وبعد ما بيفحصها بيقول هو أنت سجلتي في الاستقبال؟ بترد البنت لا أنا كنت مستنية بره، لكن أول ما شفتك دخلت على طول. بيرد بارك في شوكة سمك موجودة في زورك، ولو ما كنتيش سجلتي في الاستقبال تقدري ترجعي للبيت وتخلي عيلتك تساعدك عشان تخرجيها. بتستغرب البنت وبتقول له هو انا اقدر اخرجها بنفسي في البيت؟ بيقرب منها بطلنا وبيهمس لها في ودنها لو هتشيليها هنا هتدفعي 100,000 ون، بس لو رجعتي البيت وشلتيها بنفسك فمش هتدفعي حاجة والقرار يرجع لك في الآخر. بترد البنت طب ايه الحكاية؟ ده امان يعني؟ مفيش اي خطر؟ بيبتسم لها بطلنا وبيقول لو عندك ملقاط طبي في البيت تقدري تستخدميه، ممكن يحصل شوية التهابات بس بعد ما تشيليها تقدري تروحي لعيادة أنف وأذن وحنجرة عشان تفحصي. بتشكره البنت فبيكمل بطلنا لو حصل معاكي حاجة في المستقبل زي دي الأحسن إنك تروحي العيادة أحسن ما تيجي قسم الطوارئ. في اللحظة دي بيجي دكتور من ورا بطلنا وبيضربه في رجله وبيقول له أنت اتهبلت؟ أنت بتعمل إيه؟ بيكون الدكتور ده اسمه سانج. بيرد بطلنا عليه المريضة دي عندها شوكة سمكة في زورها والوضع مش خطير عشان كده قلت لها ترجع البيت. بيقول له سانج أنت جننت يا ابني؟ افرض لو حصل التهاب في المريء. يفكر بطلنا إن شوكة السمك مش بتسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، وطبعا هو عنده خبرة كبيرة باعتبار كان مدير مركز، لكن بيفتكر سانج والحاجة اللي بتأثر فيه، فبينحني بطلنا قدامه وبيقول له أنا آسف يا دكتور. بيستغرب سانج من بطلنا وبيقول له طبعا لازم تكون آسف، خلينا أفهمك حاجة، المتدرب بينفذ الأوامر وبس، مفهوم؟ بيوافق بطلنا على كلامه وبيقول في سره الراجل ده بيتبسط لما بيلاقي الناس اللي قدامه بينحنوا له، بس التفاصيل دي بالظبط زي اللي حصلت في الماضي، هو إيه الحلم الغريب ده؟ وهنا بيسمعوا صوت حد بيزعق وبيقول سيبوني لوحدي، هو ده مستشفى بجد؟ كانوا بيقولوا إنها ضربة صغيرة بس أنا موجوع، فين الدكتور؟ اخرجوا من هنا. بيبص له بطننا وسنج للمريض، لكن فجأة بيتصدم بطننا لما بيشوف وقت على دماغ المريض وبيكون مكتوب فوقه العمر المتبقي. هنا بيقرب سنج من المريض وبيقول له يا أستاذ ما ينفعش تعمل كده. بيقرب منه وبيمسك إيده وبيقول لبطننا يمسكه كمان، فبيمسك بطننا إيد المريض وبيسأل نفسه لو كان هو الوحيد اللي شايف الرقم اللي على دماغ الراجل. هنا بطننا بيحس بنبض المريض وبيعرف إن نبضه سريع بشكل خطير. بيبص بعدها لوش المريض وبيقول لنفسه الأعراض دي هي أعراض اضطراب النظم القلبي الانتيابي، والحالة دي يا جماعة بتكون ضربات القلب فيها مش منتظمة وبيحصل نوبات كتيرة جدا. فبيصرخ الراجل اعملوا حاجة أنا حاسس إن ظهري بيتقطع من الوجع. بيفكر بطلنا إن الراجل ده صوته مش طبيعي، ومعنى كده إن عنده مشكلة في عصب الحنجرة وممكن يكون في تمدد للشريان الأورطي وحجمه زاد، وده اللي ضغط على العصب، ولو ما اتصرفوش بسرعة فالراجل ده مش هيعيش أكتر من 12 ساعة. وفعلا ده التوقيت اللي موجود على دماغ الراجل. وهنا بطلنا بيقول لسانج دكتور أعتقد إن المريض ده عنده مشكلة وعائية خطيرة. بيرد سانج ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ انا قلت لك المتدرب بيسمع كلامي من غير ما يناقش، بطل كلام ملوش لازمه وامسك ايده بالطريقه الصح. بيحاول بطلنا يتكلم لكن سانج بيسكته وبيقول له انه لو هيفضل يتكلم كتير فلازم يمشي من هنا. بيبص له بطلنا وهو متعصب وبيقول لنفسه انت حته واد جاهل، انا كنت رئيس قسم جراحه القلب ومدير المركز كمان، والمريض ده محتاج جراحه بسرعه بس ما حدش بيسمع كلامي. وهنا بطلنا بيفتكر حاجه فبيجري على طول وبتصرخ الممرضه يا دكتور ضغط الدم عند المريض بينزل بسرعه، ده نزل ل 70. بيقول سانج في سره ايه اللي حصل؟ لو دخل المريض في سكتة قلبية ساعتها هنكون في ورطة، اعمل ايه؟ وبيقول للممرضة تديله حقنة ابنفرين وبيبص حواليه وبيفتكر ان جونهو كان لسه من شوية هنا وبعت جيسو عشان يجيب دكتور جراحة القلب ولغاية دلوقتي ما رجعش، وبرضه بارك كان موجود هنا واختفى. فبتقول له الممرضة يا دكتور ضغط الدم مش بيهدى ده نزل ل 65. بيتصدم سانج وهو مش عارف يعمل ايه، وفي اللحظة دي بيسمع دكتور جراحة القلب وهو بيقول خفف النوربنفرين في المحلول واديله حقنة تانية، وبيكون جاي مع الدكتور جيسو وجونهو. وبعد ما بينفذ سانج تعليمات الدكتور بيبتدي ضغط المريض يطلع تاني بس بشكل بطيء. بيقرب البروفيسور من المريض وهو بيفحصه وبيقول انت قادر تسمعني؟ لو سمعني حرك صوابعك. وفعلا المريض بيحرك صباعه،
هنا بيقول البروفيسور: دكتور جونهو، جهزوا اوضه العمليات بسرعه وبلغ فريق التخدير عشان يجهزوا حالا. بيسالوا جونهو لو كان هيعمل العمليه بنفسه، فبيقول له البروفيسور: هو في اي سنه؟ فبيجاوبوا جونهو ان هو نائب رئيس المقيمين، يعني هو في السنه الثالثه من التخصص. فبيرد البروفيسور: هو انت وصفت للمريض ده مسكن عضلات؟ فبيقول له جونهو: ايوه. فبيكمل البروفيسور: ازاي نائب رئيس المقيمين يغلط بين وجع العضلات وتسلخ الشريان الابهر؟ بيتلخبط جونهو بيقول له: بس كان ظهر المريض عليه بلاسترات كتيره. بيرد البروفيسور: يعني نحط بلاسترات مسكنه لمريض عنده احتشاء في عضله القلب؟ مفيش وقت عشان اهزقك، عاوزين نعمل تبديل وعائي صناعي، عشان كده دور بسرعه على فن جهاز المجازه القلبيه الرئويه. بيرد جونهو: دلوقتي بس يا دكتور، الدكتور هان في اجازه والدكتور مارك مش موجود النهارده. بيرد البروفيسور: ايه، ما نقدرش نكمل من غير ما نشغل جهاز الدوره الدمويه بره الجسم؟ وفي اللحظه دي بيوصل بطلنا وبيقول: بروفيسور، انا جبت معايا الدكتور مارك، تقدر تبدا العمليه دلوقتي. بيزعق سانجو بيقول: انت كنت فين طول الوقت ده؟ فبيرفع ايده البروفيسور وبيقول له: استنى، انت قدرت تجيب الدكتور مارك هنا؟ بيرد بطلنا: ايوه، ما كانش بيرد على تليفونه فرحت ادور عليه بنفسي. طبعا بطلنا عارف ان الدكتور مارك كان في وقت الاجازه بيشرب ومحدش بيعرف يلاقيه، والتعامل معاه كان صعب قوي. وهنا بيقول البروفيسور للدكتور مارك ان يجهز جهاز المجازه القلبيه الرئويه، وبيسال البروفيسور بطلنا ليه راح يدور على الدكتور مارك بنفسه. فبيرد بطلنا: توقعت انك هتعمل عمليه استبداء وعاء دموي، عشان كده قلت اشوف الدكتور مارك واجيبه هنا. بيسال البروفيسور: يعني كنت عارف ان المريض عنده تمزق الابهر؟ بيرد بارك: ايوه، بس ما كنتش متاكد. الاعراض اللي كانت عنده كان شكلها من ضغط الدم، وقال انه حاسس بوجع زي اللي بيضربه بسكينه في ظهره، ولما فحصت نبضه كان باين ان في مشكله وما كانش في انتظام في ضربات القلب، عشان كده شكيت ان عنده تمزق الابهر. بيساله البروفيسور وهو مستغرب عن اسمه، فبيقول له بطلنا ان اسمه بارك. بيرجع يساله تاني هو في اي سنه اقامه هنا، فبيستغرب بطلنا وبيتلخبط وما بيعرفش يجاوب. وهنا بيشاور عليه جون هو بيقول: يا بروفيسور ده لسه متدرب. بيضربه البروفيسور على دماغه بيقول له: يعني ده متدرب وقدر يعرف اكتر منك يا نائب رئيس المقيمين؟ اعتبارا من دلوقتي ممنوع تخش اوضه العمليات اللي بكون فيها، مفهوم؟ بيتاسف له جونهو، بيبص لبطلنا وهو هيموت من الغيظ، لكن بطلنا ما بيعبروش. بيكمل البروفيسور: انت بقى متدرب موجود في قسم ايه؟ فبيقول له بطلنا انه في قسم الطوارئ. كمل البروفيسور: طيب دلوقتي مش هقدر اتكلم معاك، بعد ما اخلص العمليه تعالى لي المكتب عشان نتكلم على طول. بيوافقوا بطلنا وبيكمل في سره: هو البروفيسور هيون عاوز يتكلم معايا انا؟ بعد العمليه بنشوف بطلنا واقف قدام مكتب البروفيسور وبيخبط على الباب. بيدخل فبيقول للبروفيسور يقعد عشان عايز يساله شويه اسئله. بيرد بطلنا انه جاهز يجاوبه، بيكون حاسس بالتوتر عشان هم قاعدين لوحدهم. بيساله البروفيسور هيون: انا هخش في الموضوع على طول، انت ازاي عرفت ان المريض عنده تمزق الابهر؟ بيرد بطلنا: اولا وزنه الزياده ووشه الاحمر بيبين ان عنده ضغط الدم عالي، ولما قست نبضه حسيت ان في حاجه مش منتظمه في ضغط الدم. بيقول له البروفيسور: بس دي حاجه طبيعيه للمريض اللي عنده ضغط دم عالي. بيكمل بارك: صحيح، بس بعد ما جمعت الحاجات دي مع بعضها والبلاسترات اللي على ظهره شكيت في تمزق الابهر. اصل اتعلمت ان تمزقات الابهر الصاعد بتسبب وجع واحساس بالطعن زي ما كان حاسس المريض. بيكمل البروفيسور: بس ده مش كفايه عشان تشخص تمزق الابهر. بيكمل بطلنا: ايوه، لاحظت كمان بحة في صوته فشكيت ان في تورم في الابهر وكان بيضغط على الاعصاب المسؤوله عن الاحبال الصوتيه، ومع كل الحالات دي استنتجت ان المريض ده عنده تمدد في الابهر وهو ده اللي سبب التمزق. بيبص له البروفيسور مصدوم وبيضحك بصوت عالي، فبيستغرب بطلنا لو كان قال حاجه غلط. بيكون البروفيسور قدامه الملف بتاع بطلنا وبيقول له: انت من جامعه جانج جون مش كده؟ سجلك الاكاديمي كويس قوي. هو مش البروفيسور بيل من قسم الاعصاب في جامعتك؟ اصله صديق قديم ليا ومزاجه فظيع. انت ازاي قدرت تعدي من تحت ايده؟ عموما انت قريب هتختار التخصص، يا ترى فكرت في الموضوع ده؟ بيرد بارك: انا عاوز اشتغل في جراحه القلب. بيستغرب البروفيسور: ليه؟ الكل بيحاول يبعد عنها عشان مش بتجيب فلوس كتيره، انت ليه مصر عليها؟ بيقول بطلنا لنفسه: وانا اقدر اعمل ايه غير كده؟ دي اكتر حاجه انا فاهم فيها. بيقف البروفيسور بيقرب منه ويجاوب بطلنا: جراحه القلب ليها علاقه بالحالات الحرجه، وكل ثانيه ليها اهميه في الحياه. بيقطع البروفيسور وبيقول له: لا، انا مش عاوز اجابه زي دي، انا بسال عن السبب الحقيقي مش سبب اجابته نمطيه. انت عارف ليه بيستخدموا شكل القلب كرمز الحب؟ بيفتكر بطلنا لما كان واقف قدامه في حياته اللي فاتت وساعتها قال: انا كنت فاكر ان السبب هو ان شكله شبه القلب الحقيقي. ورد عليه البروفيسور ساعتها: لا، الكلام ده مش صحيح، لكن من زمان الناس كانوا بيعتبروا ان الحب بيجي من القلب. انت عارف ايه السبب اللي يخليني اقول الكلام ده؟ انت عندك ايدين بس قلبك مش موجود، وجوه عينيك مش شايف الا الطموح وانت غرقان في هوسك بالنجاح. بس جراح القلب ما بيعملش العمليه بايديه، بيعملها بقلبه. هي دي الفلسفه اللي مؤمن بيها، وده السبب اللي بيخليك غير مؤهل عشان تكون رئيس قسم جراحه القلب. هنا بطلنا بيرجع للواقع ولسؤال البروفيسور وبيقول له: انا مش عاوز اكون دكتور بيعالج بايديه، وعاوز اعالج بقلبي. بيخبط البروفيسور على كتفه بيقول له: انت بتحب لعبه جو؟ بيستغرب بطلنا من السؤال وبيقول له: اه، ممكن العب شويه.
طبعًا يا جماعة بطلنا كان بيتعلم اللعبة دي كتير أوي، لكن البروفيسور ما قالوش ولا مرة إنه يلعب معاه، وهنا بيكمل البروفيسور: كويس، أنت بكرة في أجازة مش كده؟ هتيجي عندي البيت ومراتي بتعمل شوربة نودلز بالصويا البارد بطريقة ممتازة، هتيجي وتاكل معانا، تمام؟ بيوافق بطلنا على عزومة البروفيسور وبيعدي الوقت وبنشوف بطلنا راجع للبيت وهو بيفكر لما شاف الوقت فوق دماغ الراجل، بيسأل نفسه إيه اللي شافه ده، ولغاية دلوقتي هو مش قادر يصدقه ولو كان حتى بيتوهم، عشان هو ما شافش الأرقام دي عند أي مريض تاني. بيوصل جنب البيت وبيحط إيده في صندوق البوصلة، بيطلع المفتاح وبيقول لنفسه: هو ده نفس المكان اللي كنت بسيب فيه المفتاح، معقولة رجعت بالزمن للماضي؟ بيخش للبيت وبيبص للمراية وهو حاسس إن كل حاجة رجعت من الأول وجديد، وبيغير هدومه وبينام على السرير يقول لنفسه: لو كان ده فعلا الماضي يبقى المفروض أنا أعمل إيه؟ أول ما بينام بيحلم بالبنت اللي اسمها يونجي لما ماتت، وبنشوف واحد بيخنقه واللي هو السواق وعمال يعيط، وبعدها بيرمي بطلنا في النهر وبيقول له: أنت اللي خلصت عليها. في اللحظة اللي بيقع بطلنا فيها في النهر بيصحى وبتكون الدنيا بقت صبح، فبيقعد في السرير وبيبص حواليه في الأوضة، بعدها بيحط إيده على وشه وبيشوف الساعة بتكون 12 و5، بيقول لنفسه: أنا لازم أروح لبيت البروفيسور. بيلبس هدومه وبيخرج من بيته بسرعة وبيفضل يجري عشان يلحق الميعاد، بيعدي الشارع لكن فجأة بيقف، بيبص للبنت الصغيرة اللي ماشية مع مامتها وبيظهر رقم فوق دماغها واللي هو ساعتين ونص، وهو ده آخر وقت في حياتها. بيستغرب بطلنا إزاي ظهرت الحاجة دي قدامه، بيفكر إنه لازم يروح دلوقتي لبيت البروفيسور. في اللحظة اللي بتقفل فيها الإشارة بتبص مامة البنت جنبها وبتلاقي بطلنا واقف قدامهم بياخد نفسه، تسأله هو مين فبيقول لها: ممكن تديني لحظة؟ أنا دكتور والظاهر إن بنتك وضعها مش تمام، ممكن أبص عليها؟ بتستغرب الأم وبتقول له: أكيد لأ، أنا بنتي صحتها كويسة وإحنا لسه راجعين من المستشفى وقالوا إنه مفيش خطر. بيقول لها بطلنا: أنا عاوز أبص بس عليها. بترد عليه: أنا قلت لك إنها كويسة ولو هتفضل مصر كده. لكن قبل ما بتكمل بتنده البنت على مامتها وبتقول: ماما بطني بتوجعني قوي. بتسألها الأم مالها فبتجاوب البنت: مش عارفة، بس الدكتور كان بيحاول يديني حقنة. بيلاحظ بطلنا إن البنت بتشاور على مكان في بطنها، بيقرب منها وبيقول: انتي بنت جميلة قوي، اسمك ايه؟ بتقول له البنت إن اسمها سيو، فبيكمل بطلنا: ممكن يا سيو تقولي لي فين بيوجعك بالظبط؟ بتشاور له سيو على مكان الوجع بالظبط، وبيعرف بطلنا إن ده الطحال، فبيلمسها مكان الوجع وبيقول: كده بيوجعك لما بضغط هنا؟ بتصرخ البنت جامد وبتتألم جدًا، بيتلمّوا الناس كلّهم حواليهم وبيعرف بطلنا إن البنت عندها نزيف داخلي في التجويف الصفاقي بسبب الطحال، وإنها لو كانت بتنزف كتير كده يبقى في خطر كبير جدًا على حياتها. بيكون مش قادر يصدّق بس دي تاني حالة بتعدّي عليه بخصوص الرقم اللي بيظهر فوق دماغ الناس، وممكن ده يكون فعلًا آخر فترة في حياة الشخص. بيسأل بطلنا الأم كانوا في مستشفى إيه، فبترد: إحنا كنا دلوقتي في عيادة جراحة العظام، وقالوا لي إن حصل عندها كدمة صغيرة بعد ما وقعت من على السلم في الحضانة، والدكتور قال لي إن ما فيش حاجة خطيرة. ممكن تقول لي لو في حاجة مش طبيعية؟ بيفكر بطلنا إن البنت دي عندها تمزق في الطحال بسبب الوقعة دي، ولو اتصرفوا بسرعة ممكن تعيش. بيفتكر هنا البنت يونجي، بيقاطع تفكيره البنت الصغيرة وهي بتقول: ماما أنا دايخة وحاسة إني هقع. بيفحص بطلنا نبضها والأم عمالة تسأله لو حالتها خطيرة، بيحس بطلنا إن نبضها ضعيف جدا وضغط الدم عمال ينزل بسرعة، ولو فضل الوضع بالشكل ده هتتعرض لصدمة. بيقول لأمها: مدام لازم تاخديها المستشفى بسرعة، حياتها في خطر. بيفكر بطلنا وهو عمال يشاور للتاكسي بسرعة إن في وضع البنت ده فهي مش هتفضل عايشة لغاية أما يوصل الإسعاف. بيفكر فين أقرب مستشفى مجهز عشان خاطر يعملوا عملية استئصال للطحال. بتركب الأم والبنت في التاكسي وهنا بطلنا بيفتكر وبيركب معاهم وبيقول: خدنا المستشفى ساهيون بسرعة. بنروح دلوقتي لبيت البروفيسور وهو قاعد بيجهز لعبة جو، وفجأة بيرن تليفونه وبيشوف إن بطلنا هو اللي بيتصل بيه، فبيرد وبيقول: أنت جاي في السكة مش كده؟ أصل مراتي بتجهز الشوربة دلوقتي. بيقول له بارك: معلش يا بروفيسور، أنا مع مريضة عندها تمزق في الطحال، البنت دي عندها 5 سنين وضغط دمها كان بينزل بسرعة وعندها تعرق بارد ودوخة وبترجع، احتمال إنها تكون محتاجة عملية استئصال طحال بسرعة. بيسأله البروفيسور وبيهتم: ضغطها كام بالظبط؟ فبيرد عليه: نازل حوالي 60 وممكن تفقد وعيها في أي لحظة. بيكمل البروفيسور: الوضع ده خطير جدا، ده ممكن يحصل لها سكتة قلبية، أنت فين دلوقتي؟ بيرد بطلنا: إحنا دلوقتي في تاكسي، مش هاقدر أستنى عربية الإسعاف عشان حالتها حرجة جدًا. بيستغرب البروفيسور وبيسأله: أنت إزاي عرفت قيمة ضغطها؟ بيتلخبط بطلنا عشان هو لما فحص نبضها باعتباره كان دكتور كبير فبقى عنده خبرة في فحص ضغط الدم من غير الجهاز، لكنه ادى للبروفيسور رقم قريب قوي. بيفكر هيشرح الكلام ده ازاي، وهنا بيسمع صوت البروفيسور وهو عمال يقول: لو مش قادر تشرح الكلام ده ركز على حالة البنت، انتوا رايحين على فين؟ بيحس بطلنا ان البروفيسور عنده حاسة سادسة وبيقدر يقرا الافكار، فبيرد عليه ويقول له: احنا رايحين دلوقتي لقسم الطوارئ في مستشفى سايهون، لكن لو هقف واشرح لهم كل حاجة في المستشفى الموضوع ده هياخد وقت طويل والبنت دي ممكن ما تفضلش عايشة، عشان كده ممكن حضرتك تكلم حد من هناك. بيقول له البروفيسور هيون: مفيش حاجة أهم من إنك تنقذ حياة مريض، أنت عملت الصح،
انا هكلم لك حد في مستشفى سايهون على طول وما تقلقش، المريضه دي هتفضل عايشه. بيقفل بطلنا التليفون وفجاه مامة البنت بتصرخ وبتقول سيو بتنزف. بيعرف بطلنا ان في دم في البول، ودي حاجه خطيره عشان حصل تمزق في عضو تاني والكليه بتاعتها ابتدت تتعرض للفشل بسبب التلف اللي حصل لها. فبيسالها بطلنا لو تعرف فصيله دم بنتها، فبتجاوب الام ايوه او نيجاتيف، انا وجوزي عندنا نفس الفصيله لكن سيو مختلفه. بيتصدم بطلنا اول ما بيسمع فصيله الدم دي عشان دي من اندر الفصايل في العالم، وعدد الاشخاص اللي عندهم الفصيله دي هو 30,000 شخص في كل البلد. هنا بطلنا بيفتح تليفونه وبيرن على رقم 114 اللي هو رقم الطوارئ في كوريا. بعد شويه بيوصل التاكسي للمستشفى وبيكون في دكاتره وممرضين مستنيينهم بالنقاله، وبينزل بطلنا من العربيه وبيقول الوضع مستعجل، ضغط دمها بينزل جدا وعندها صدمه نقص في الدم ومحتاجه الجراحه بسرعه. فبيقول له الدكتور ايوه ما تقلقش احنا هنتحمل المسؤوليه، ممكن تستنى بره. بيصرخ فيه بطلنا الوضع ده خطر، انت مش سامعني؟ دي محتاجه جراحه بسرعه جدا، النزيف بسبب تمزق الطحال وعندها برضه علامات فشل في الكلى والبول بتاعها كله دم. فبيقول له الدكتور احنا محتاجين نعمل شويه فحوصات قبل ما نبتدي العمليه مش كده، ولغايه دلوقتي احنا ما نعرفش فصيله دمها ايه. فبيقول لهم بطلنا ان فصيله دمها او نيجاتيف. بيكمل الدكتور في الحاله دي احنا محتاجين نجيب دم بسرعه. وهنا بيخرج الدكتور من جوه المستشفى وبيقول انتوا واقفين هناك بتعملوا ايه؟ عاوزين المريضه تموت؟ بيتخض الدكتور اللي مع البنت وبيقول بروفيسور. بيقول له البروفيسور يبعد وبيبص للبنت وبيروح ضارب الدكتور برجله وبيقول انت مش هتعرف لو كان سم او دواء إلا لما تدوقه، حضروا اوضه العمليات بسرعه وكلموا دكاتره التخدير. بيقول له الدكتور بس يا بروفيسور المريضه دي فصيله دمها او نيجاتيف وهيكون صعب قوي اننا نجيب الدم ده. بيرد بطلنا مفيش مشكله، انا اتكلمت مع بنك الدم وانا جاي في السكه. وبنرجع للحظه اللي كان بطلنا بيكلم فيها 114 وساعتها قال لهم يكلموا بنك الدم عشان في حاله طارئه جدا، وفعلا خلوه يتواصل مع بنك الدم. هنا بطلنا بيشرح لهم عن حاله البنت وعن فصيله دمها. وبنرجع تاني لبطلنا بارك اللي بينحني قدام البروفيسور وبيقول له ارجوك يا بروفيسور حاول تنقذ سيو. بيبص له البروفيسور وبيقول انت بارك من مستشفى ميونج سونج مش كده؟ فبيقول له بطلنا ايوه. فبيكمل البروفيسور هيون كلمني وقال لي انك متدرب، بصراحه انا غيران، باين ان البروفيسور هيون عنده طالب متميز جدا والطالب ده بيشبهه قوي. عموما احنا هنكمل الموضوع من هنا ما تقلقش. بيجروا الدكاتره والممرضين بالبنت اللي جوه المستشفى وبطلنا واقف بره بيبص عليهم. فجاه بيقعد في الارض وبيقول انا قدرت انقذها المره دي. بيعدي الوقت وبنشوف بطلنا ومامة البنت مستنيين قدام اوضه العمليات، وبطلنا بيفكر انه عدى 7 ساعات وحسب توقعاته فالعمليه كبيره وهيكون فيها استئصال للطحال والمناطق التالفه، ودلوقتي العمليه هتخلص. وفعلا بيخرج الدكتور من الاوضه وبتقول الام اخبار بنتي ايه يا دكتور؟ بيرد عليها كانت عمليه صعبه بس هي استحملت بشكل كويس وبقت كويسه. بتشكره الام لكن الدكتور بيقول لها انها لازم تشكر بطلنا عشان هو اللي قدر يشخص حالتها وتصرف بسرعه. فبيتلخبط بطلنا وبتقول له الام حضرتك لو ما كنتش موجود كانت بنتي هتبقى في وضع خطر، اشكرك بجد من كل قلبي. بيقول بطلنا لنفسه لمده 20 سنه وانا بشتغل كدكتور ما حصلش وحد شكرني بالطريقه دي. بعد ما بيخرج بطلنا من باب المستشفى بينده البروفيسور عليه، فبيبص له بطلنا وبيقول شكرا يا بروفيسور على مجهودك. بيرد البروفيسور ولا يهمك، بس انا عندي سؤال، ازاي عرفت ان البنت عندها اصابه وتمزق في الطحال؟ بيجاوب بطلنا ان كان في البول بتاعها دم، ولما بتظهر الحالة دي عند الأطفال والمراهقين بسبب الالتهابات بس، حتى لو ظهر في الدم بول ما ينفعش يحددوا إنه في تمزق في الكلى مثلا أو في مكان تاني. وهنا بيقول له البروفيسور ما يقدرش شخص مش جراح قديم وعنده خبرة كبيرة إنه يشخص بالطريقة دي. بيقول له بارك أنا دايما بدرس الحالات الواقعية. بيكمل البروفيسور حالات إيه؟ الدراسة دي مش كفاية من غير الخبرة. بيبص له بطلنا وبيكون شايفه إنه بيتكلم من غير فهم حقيقي للموقف وبيقول لو كنت بتتعامل مع المريض من مبدأ المعرفة دي حاجة، لكن لما بتتعامل معاهم من قلبك فدي حاجة تانية تماما. بيبص له البروفيسور وبيبتسم وبيقول ما كنتش اتوقع ان اسمع الكلام ده من حد تاني غير البروفيسور هيون. عموما انت قدرت تنقذ البنت دي بتشخيصك الصح لحالتها وعملت الاجراءات الصح في وقتها. اشتغل على موضوع الخبرة ده عشان تبقى جراح شاطر وتنقذ ناس كتير. بيمشي بروفيسور وبيسيب بطلنا واقف بيفكر في كلامه، ولو هو فعلا جراح هيبقى جراح شاطر وينقذ الناس. تاني يوم في المستشفى بنشوف جون هو واقف مع بطلنا وبيسأله قول لي بصراحة ايه اللي حصل امبارح؟ ليه البروفيسور طلب يقابلك من الصبح؟ قول لي الحقيقة. بيفتكر بطلنا لما قابل البروفيسور هيون الصبح في مكتبه وساعتها قال له ان البروفيسور كيم من مستشفى سايهون كان بيقول عنه كلام حلو، وطبعا هيون كان فرحان قوي عشان صاحبه بيقول كلام على تلامذته انهم كويسين. بيفتكر بطلنا وهم قاعدين مع بعض ان البروفيسور ده ما كانش بيضحك زي دلوقتي، لكن المره دي هو مش بعيد بس سعيد بمعرفه بطلنا، انما هو عاوز يتقابلوا عنده في البيت ويتغدوا مع بعض ويلعبوا جوه. فبيصرخ جون هو في بطلنا عشان يرد على سؤاله، وبيكون بطلنا عارف ان جون هو قلقان بعد التشخيص الغلط اللي عمله قدام البروفيسور، وانه قلقان جدا لو كان البروفيسور اتكلم في حاجه ليها علاقه بيه قدام بطلنا. فبيرد عليه ما تقلقش، لو بتسأل عن موضوعك فالبروفيسور ما قالش اي حاجه عنك، ودلوقتي بعد اذنك انا لازم امشي. بيتعصب جون هو وبيمسك بطلنا من الجاكيت وبيقول له انت جننت؟ هو عشان البروفيسور اهتم بيك شويه تتكبر؟
ايه فاكر العالم كله بقى ملكك؟ اوعى تكون فاكر لو مهما عملت هتقدر تغير حاجه، انت دايما هتفضل تابع مش اكتر. بيمسكوا بطلنا من ايده وبيلويها وبيكمل جون هو موجوع. سيبني، انت جننت. بيرد بارك، بص يا جون هو، انت يمكن دخلت كليه الطب بسبب عيلتك الغنيه، لكن انا كنت بذاكر من كتب صحابي عشان ما كانش معايا فلوس اشتري الكتب دي، وما خدتش اي حاجه من عيلتي. طبعا مش حاجه افتخر بيها، لكن في الحقيقه انا ما عنديش حاجه اخسرها. انا دلوقتي اقدر اكسر دراعك وارجع للمستشفى اللي كنت بشتغل فيها، ولو الموضوع ده ما عجبكش فايه رايك بتهمه الاهمال الطبي؟ حلوه مش كده؟ بيتلخبط جون وبيخاف من كلام بطلنا اللي بيكمل، انت مش عالجت مريض عنده تمزق الابهر على انها مجرد كدمات؟ اصل لما الاهمال الطبي ممكن يسبب الموت، ساعتها هيكون في عقوبه بالسجن لمده 5 سنين او غرامه توصل ل 2 مليون، صح؟ بيقول جون هو، انت قصدك ايه؟ المريض عمل عمليه وبقى كويس، الحكايه دي خلصت خلاص. بيرد بطلنا وهو بيشد على ايد جون هو، ايه رايك لو اقنعت المريض ده انه يرفع قضيه ضدك؟ صحيح انا مش هكون في امان، بس مين اللي هيخسر اكتر في النهايه؟ بيقول جون هو، خلاص فهمت، انا اسف والموضوع ده مش هيتكرر تاني. بيكمل بارك، طيب باعتبار كل حاجه هتبقى كويسه انا كده مبسوط وهنتقابل كتير في المستقبل، انا لازم اخش دلوقتي. بيمشي بطلنا وبيسيب جونهو وهو مصدوم من اللي قاله، وبعد شهر في قسم الجراحه بيكون بطلنا واقف مع صاحبه جيسو اللي بيقول غريبه، فبيساله بطلنا يقصد ايه؟ بيكمل جيسو، الواد اللي اسمه جونهو بقاله شهر بيتصرف بطريقه هاديه، ده حتى بيبعد عننا، هو عمل حاجه غلط؟ بيرد بارك، مش يمكن قرر انه يبقى راجل بيفكر بالعقل؟ بيقول له جيسو، لو الموضوع كده يبقى انا ممكن لما اكون زهقان اتسلى شويه معاه. وهنا بينده دكتور عليهم وبيقول، يا متدربين لو كنتوا فاضيين تعالوا بسرعه لقسم الطوارئ. وفعلا بيروح بطلنا وصاحبه قسم الطوارئ، بيكون في عربيات اسعاف كتيره ومصابين كتير بينزلوا منها، بيكونوا الناس المصابين دول على جسمهم وشم. بنشوف قسم الطوارئ كله بقى من رجال العصابات. طبعا يا جماعه في 17 اغسطس 98 حصلت معركه كبيره بين منظمه جيسان، ودي تعتبر عصابه عندها نفوذ على مستوى البلد، وكانت معركتهم مع عصابه دوكي. عصابه دوكي كانت بتكبر وبتتوسع، وطبعا المعركه استخدموا فيها اسلحه من انواع مختلفه قدرت تكسب عصابه جيسان في الاخر، بس النتيجه كانت مجزره. بنشوف الطاقم الطبي في المستشفى بيجري بالمصابين لقسم الطوارئ، والعربيات عماله تقف وتنزل في المصابين. بنشوف البوليس بيكلم الدكتور سانج وبيقول له، دكتور زعيم عصابه جيسان واللي هو جين موجود عندك جوه، الشخص ده خطير جدا واحنا لازم نكون معاك. بيرد سانج، لا طبعا ما ينفعش تخش وانا بعالجه، لازم تفضلوا بره. بيكمل الضابط، انت مش عارف الراجل ده مين؟ بيقول له سانج، انا صحيح معرفوش بس ده من وجهة نظري مجرد مريض محتاج علاج. بيتضايق الضابط من ردة فعل سانج وبيزعق في الرجاله بتوعه وبيقول، اسمعوني كويس، هتقفلوا كل المداخل والمخارج في المستشفى، لو هرب واحد منهم بس ساعتها مش هخليكم تكملوا في البوليس تاني. بيقول له سانج، بلاش تقفلوا المداخل احنا عندنا شغل. بيخش سانج لقسم الطوارئ وبيبص على الناس كلهم، وفجأة بيسمع واحد من الدكاترة المقيمين بيقول، انت بتعمل ايه؟ انت مجرد متدرب بتتعامل مع مريض عنده اصابة في الرئة، هو انت جننت؟ بيرد بطلنا، المريض ده خد طعنة في الرئة، لو سبناه على جنبه اليمين هيموت على طول. بيزعق له الدكتور، ازاي تقول الكلام ده؟ بيقرب سانج منهم وبيقول، كلام المتدرب صح، انت ازاي هتحط مريض عنده تمزق في الرئه الشمال على جنبه اليمين؟ هو اصلا معتمد على الرئه اليمين عشان يتنفس بيها، ولو عملت الحركه دي ساعتها الدم هيروح من الرئه اللي فيها تمزق للرئه السليمه، وبكده الراجل هيموت مخنوق بدمه، ما تركز وشوف شغلك كويس. بيقول له الدكتور حاضر وبيجري المكان تاني. بيكمل سانج، ازاي دكتور مقيم زيك بيشتغل اسوأ من المتدربين؟ عموما انت كنت ممتاز في التعامل مع الوضع ده، وانا هكمل من هنا. روح دلوقتي وشوف المريض اللي عنده اصابه في رجله، حالته مش خطيره وتقدر تبدا علاجه على طول. بالمناسبه انت ما اخترتش تخصصك لسه صح؟ باين عليك انك مناسب قوي لقسم الطوارئ، ايه رايك؟ بيضحك بطلنا وبيشكره على المجامله دي. فجاه بيسمعوا واحد من رجاله العصابه عمال يزعق وبيقول، انت عاوز تموت؟ لو حصل حاجه للريس بتاعنا انا هخفيك من على وش الارض، يلا بسرعه عالجه. بيرد جيسو، بس انا ما اقدرش اتعامل مع وضعه، انا مجرد متدرب وفي اطباء متخصصين في المجال ده. بيكمل الراجل، يبقى تروح وتجيب دكتور بسرعه، فاهم؟ بيبص بطلنا للمريض وبيعرف انه رئيس العصابه جين. وهنا بيقول جيسو، الموضوع ان اساتذه الجراحه في مؤتمر النهارده وباقي الاساتذه في اوضه العمليات. بيمسكوا الراجل من التيشيرت وبيجروا وراه بيقول، بقى كده فين اوضه العمليات؟ تعالى معايا عشان تخرجهم بسرعه. بيجي بطلنا وبيقف قدامه وبيساله بيعمل ايه، فبيرد الراجل، هو انت دكتور كمان؟ بس باين عليك انك زي الواد ده. بيبص بطلنا لجين وبيفتكر انه لو فضل في الحاله دي فهو اكيد هيموت. بيظهر فوق دماغه العمر المتبقي اللي هو ساعتين ونص. بيشاور الراجل بتاع العصابه على بطلنا وبيقول، لو ما قدرتش تنقذه يبقى جهز نفسك عشان تحصله. فبيقول له بطلنا، ما تقلقش انا هنقذه. بيفتكر بطلنا من حياته اللي فاتت ان زعيم العصابه جين كان عنده اصابه في صدره، وده اللي خلى الدم يتجمع في الكيس اللي حوالين القلب. بعد كده حصل ضغط على القلب وساعتها القلب ما قدرش يضخ الدم، وهنا نزل ضغطه وبسبب الاجراءات الغلط من الدكاتره مات. يومها الدكتور اللي غلط في المعالجه حولت العصابه حياته الجحيم، وعشان كده بطلنا قرر انه ينقذ المريض ده عشان يحمي صاحبه. بيقرب الراجل بتاع العصابه من بطلنا بيقول، استنى عندك، هو انت مين؟
انت دكتور اكبر يعني ولا متدرب؟ فبيقول له بطلنا انه متدرب. فبيتعصب الراجل وبيكون هيضرب بطلنا وبيقول هو انتوا بتستخفوا بحياة الناس؟ هات لي الرئيس بتاعك هنا بسرعة. لكن قبل ما بيضرب بطلنا بيجي شخص وبيمسك دراعه وبيقول له كفايه يا مانشي، في ناس هنا اكبر منك، انت ازاي تتجرأ وتتصرف بالطريقه دي؟ بيبص له مانشي وبيقول هو متلخبط تشونج. بيكمل تشونج متاسف يا دكتور، انا بعتذر لك بالنيابه عنهم كلهم، ممكن بعد اذنك تنقذ اخويا؟ بيكون بطلنا مخضوض وبيقول له انه مفيش مشكله وانه هيعمل كل مجهوده عشان ينقذه. بيكون شايف ان تشونج ده راجل ينفع يتفاهم معاه. بيقول تشونج لا انا مش عايزك تعمل كل مجهودك، انا بقول لو عاوز تفضل لابس البلطو الابيض ده يبقى لازم تنقذه. بيرد بطلنا انا هنقذه باي ثمن. بيبص له تشونج وبيقول لرجالته انهم يخرجوا عشان الدكتور يركز. وبعد ما بيخرجوا بيقول لبطلنا لو مفيش مانع يا دكتور انا هفضل هنا وراقب. بيوافق بطلنا وبيجي صاحبه جيسو وبيهمس له هو انت جننت؟ ازاي تقول انك تقدر تنقذه؟ ده جنان، اقل حاجه كلم الدكاتره في قسم الطوارئ. بيرد بارك امسك نفسك يا جيسو، انت عاوز تموت بجد؟ حتى الدكاتره المساعدين في قسم الطوارئ ما يعرفوش كتير عن الجراحه الصدريه، ومش شايف ان كلهم مشغولين كمان؟ احنا لازم نتصرف. بيكمل في سره احنا لو عاوزين نجيب المساعده بقوه هنقدر نجيبها، بس فرصتي في اني انجح اكبر بكتير من مساعدتهم. هنا بيقف جيسو وبيضرب نفسه بالقلم وبيقول لو هنموت يبقى دلوقتي او بعدين، قول لي عايز نعمل ايه؟ بيرد بطلنا اول حاجه حط السوائل للمريض عشان نزود الضغط، المريض ده عنده انسداد في القلب ولازم نزود سوائل عشان نكبر حجم البطين الايمن، وكمان عشان نقلل الضغط جوه التامور لازم نزود الضغط المليان. بيفكر جيسو من امتى بطلنا بقى شاطر كده، زي ما تكون روح البروفيسور هيون جوه جسمه. وهنا بطلنا بيصحيه من تفكيره وبيقول له بتعمل ايه؟ اتحرك بسرعه. وبعد ما بيبتدوا علاجه ويستقر وضع جين بيقول بطلنا باين ان ضغط الدم ابتدى يطلع كويس، هنسحب الدم من التامور بالحقنه. بيتصدم جيسو وبيقول انت قلت هتعمل ايه؟ بياخد باله تشونج من كلامهم. بيقول بطلنا باعتبار الدم اتجمع في المنطقه دي احنا لازم نركب قسطره ونخرج الدم. بيقول جيسو ومين اللي ما يعرفش الكلام ده؟ انا عارف بس ما فيش جهاز اشعه فوق الصوتيه، واحنا مش بنتدرب على مجسم، ده انسان وما ينفعش متدرب ما عندوش خبره يعمل كده، مستحيل، الا لو كنت بروفيسور وعندك خبره 10 سنين. وهنا بيبتسم بطلنا عشان صاحبه جيسو ما يعرفش انه كان دكتور كبير في حياته اللي فاتت وعنده خبره عملاقه. وهنا بطلنا بيقول طيب الدكتور اللي انت بتقول عليه هنجيبه منين عشان خاطر ينقذ الراجل ده؟ اعتقد اننا ما ينفعش نسيب الراجل ده يموت ولا ايه؟ بيرد جيسو طيب بس حتى لو جهاز الاشعه موجود فالموضوع صعب قوي. بيكمل بارك انا هتصرف، روح انت جيب الحقنه والقسطره دلوقتي، ده طبعا لو عاوز تكمل في مهنه الطب دي وايديك سليمه. بيتخض جيسو من كلامه عشان العصابه دي ممكن تعمل فيهم كده فعلا. بيوافق على طلب بطلنا على طول. وبعد شويه بيكون تشونج واقف على جنبه وبيسمع جيسو وهو بيقول ده مش ممكن. بيقرب منهم وبيقول ايه الحكايه؟ اخويا الكبير كويس؟ بيرد بارك ايوه هو خرج من مرحله الخطر خلاص. بيفرح تشونج وبيشكر بطلنا وبيقول جيسو في سره فحص غلاف القلب ده اجراء محتاج ان الواحد يدخل الحقنه جنب القلب مباشره، ولو اتعمل بطريقه مش صح ممكن يعمل تلف في الرئتين. اجراء زي ده ما ينفعش يعمله متدرب ابدا، لكن بارك المهاره بتاعته زي البروفيسور بالظبط ويمكن اكتر. بيقول بطلنا لتشونج الموضوع لسه ما خلصش، حالته لسه مش مستقره، عشان كده احنا لازم ندخله اوضه العمليات عشان نعمل له جراحه. بيقرب جيسو منه وبيهمس له انت اتجننت؟ جراحه ايه؟ مين اللي هيعمل الجراحه دي؟ بيرد بارك يعني انت هتسيب القسطره دي في صدره؟ روح وجيب نقاله. بيكمل جيسو لو حد عرف ساعتها هتبقى في مصيبه كبيره. بيقاطعهم تشونج بيقول دكتور انت واثق من اللي انت بتعمله ده؟ بيجاوب بطلنا بعد اذنك سيب الموضوع ده عليا. بيكمل تشونج طيب بعد اذنك انت خلي بالك من اخويا. وبعد ما بيجيبوا لجيسو النقاله بياخدوا جين لاوضه العمليات، لكن فجاه بينده عليهم دكتور وبيقول استنى عندك، انتوا بتعملوا ايه مش هتجاوبوا؟ بيقف بطلنا وجيسو من غير ما يتكلموا. بيكون معاه البروفيسور هيون اللي بيقول كفايه يا دكتور هان. بيرد هان يا بروفيسور الراجل ده عاوز يدمر المستشفى. بيقول هيون بارك قول لي القرار اللي خدته دلوقتي ده كان هو احسن حاجه للمريض؟ بيرد بارك ايوه بس انا كنت هجهز كل حاجه وبعدها اكلمك عشان اسالك، انا متاسف عشان اتاخرت في الرد. بيتصدم جيسو من ردة فعل بطلنا وبيعتذر زيه. فبيقول هيون طيب اديني تقرير مختصر عن حاله المريض. بيتعصب هان وبيقول انت هتسيب الموضوع ده يعدي كده؟ لو المدير عرف هيتجنن. بيطنشه هيون وبيسال بطلنا لو كان دخل القسطره في صدر المريض وسحب الدم من النقطه دي. فبيجاوب بطلنا بايوه. بيكمل هيون انت عملت كده من غير الاشعه؟ فبيرد بارك متاسف بس الظروف ما سمحتش. بيحاول هان ان يتكلم لكن بيقاطعه البروفيسور وبيقول دكتور هان بدل ما تفضل واقف عندك ايه رايك تيجي وتبص؟ باين ان الاجراء ده دقته اعلى بكتير من انه حد يستخدم جهاز الاشعه. بيتصدم هان وبيقرب من المريض وبيخبط على كتف بطلنا. بيبص للقسطره فبيستغرب ازاي قدروا يركبوها بالطريقه دي. وهنا بيقول هيون التصرف ده كان في الوقت المناسب، بس باعتبارا من دلوقتي سيب الموضوع ده عليا. بيرد بطلنا اكيد يا بروفيسور الموضوع كان خارج عن ارادتنا، وده عشان انت ما كنتش هنا، وانا متاسف لو اتسببت في قلق. بيمشي البروفيسور وبيقول للدكتور هاني يجي معاه. فبيمشي هان ورا البروفيسور وهو بيبص لبطلنا بطرف عينه. بيقول جيسو
انا كنت فاكر اننا وقعنا في ورطه كبيره، بس انت ايه حكايتك؟ امتى اتعلمت تدخل القسطره؟ بيرد بارك: لما انت كنت نايم. بيكمل جيسو: غريب قوي، يعني انت بتخرج الجثث من القبر عشان تتدرب عليها بالليل؟ انا حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل. بالمناسبه، انت قلت انك هتعمل العمليه، بس اكيد ما كنتش ناوي تعملها، صح؟ كنت اكيد هتكلم البروفيسور، مش كده؟ بيبص له بطنه بجديه وبيخبط على كتفه وبيقول له: تعرف، بعد ما فكرت شويه اظن اني ما خيطتش الجرح بطريقه كويسه اخر مره عشان كنت تعبان، لكن انا مبسوط ان كل حاجه عدت على خير. وعموما مفيش داعي نحفر القبور ونطلع الجثث باعتبار في حاجه اتدرب عليها هنا بشكل كويس، ولا ايه؟ وبيجري بطننا وبيسيبه، فبيجري وراه جيسو على طول بعد ما بيسمع الكلام المجنون ده منه. بيعدي الوقت وبنشوف بطننا واقف قدام المستشفى وبيخش عليها، وبيكون فيها جين وتشونج اللي بيقول: اهلا يا دكتور. يا ريس، هو ده الدكتور بارك اللي انقذ حياتك. بيستغرب بطننا من الطريقه اللي بيبص له فيها جين وبيضحك: اللي انقذني هنا؟ اتفضل ادخل يا دكتور، كنت عاوز اقف عشان ارحب بيك بس متاسف مش قادر. بيرد بطننا: لا ارجوك خليك نايم، انت ما ينفعش تتحرك كتير. بيكمل جين: انا سمعت من تشونج ان لولا التصرف السريع بتاعك ما كنتش هبقى عايش دلوقتي. فبيقول له بطلنا ان هو عمل اللي عليك كدكتور. فبيرد جين: انا بجد عاوز ارد لك الجميل ده، لو كان في اي حاجه محتاجها ارجوك اطلبها وما تترددش. فبيقول له بطلنا ان اهم حاجه ان هو بخير. وبيرد جين: انت دكتور هايل، معقوله ما فيش اي حاجه ماديه ممكن اقدمها لك؟ انت شخص نادر في الايام دي، وانا ما اقدرش اعيش وانا عليا دين ليك. تشونج هاتها. بيروح تشونج وبيجيب علبه وبيديها الجن اللي بيديها لبطلنا، وبيقول له: من فضلك يا دكتور تقبل الهديه دي مني، وهي مش هتكفي عشان اسدد ديني ليك، بس اعتبرها مجرد تعبير بسيط عن شكري. بياخد بطلنا العلبه وهو مستغرب، يفتحها فبيلاقي جواها ساعه ذهب. بيكمل جن: انا ما بعرفش كتير في الهدايا، بس سمعت ان الساعه دي رولكس وهي اصدار محدود، وسمعت برضو انها مصنوعه من ذهب عيار 24 وجواها مصنوعه من الالماظ الحقيقي. بيتصدم بطلنا عشان الساعه دي تمنها بتمن بيت ويمكن اكتر. بيقول جن: ما اعتقدش ان في حد في البلد دي عنده ساعه زيها، وهكون مبسوط قوي انك تكون اول شخص يلبسها يا دكتور، وطبعا انت مش هتكسفني، مش كده؟ بعد شويه بيخرج بطلنا من الاوضه وبيبص على جهاز الارسال، وجوه الاوضه بيقول جن: هو الدكتور ده ما كانش بيخاطر يا تشونج، مش كده؟ بيقول له تشونج انه ما كانش بيخاطر. وبنرجع شويه في الوقت لحظه اما جن قدم الساعه لبطلنا اللي بيجاوبه: طبعا مش هكسفك. بيقول له جن وبيضحك: ها، كويس قوي انها عجبتك، ما تقلقش دي اصليه. بيرد بارك: باين انها غاليه قوي بس انا ما اقدرش اقبلها. بيقول له جن: انت بتعمل ايه؟ مش انت قلت انك مش هترفض شكري؟ بيكمل بارك: اكيد انا هقبل شكرك، انا اساسا قبلته لمجرد انك عايش وبخير، ده اعظم شكر وافضل مكافاه ممكن تقدمها لي. انا هدفي ان ابقى احسن دكتور بينقذ الناس، والموضوع ده مش سهل، عشان كده ارجوك خليك ساعدني انك تتحسن بسرعه. وهنا بيقول له تشونج: انت بجد دكتور مفيش زيك في العالم، باين انك شاطر قوي، بس انا قلقان ان حد يخدعك في المستقبل ولسه قدامك طريق طويل. وبنرجع تاني لبطلنا اللي بيكون هيعيط عشان الساعه، لكن مقتنع ان الاحسن انه ما خدهاش عشان العصابه دي ممكن تكون شغاله في السرقه والتهريب، ولو كان خدها كان ممكن حد يبتزه بعد كده، ساعتها هتكون حياته انتهت، وفي كل الاحوال ممكن ما يقابلش الراجل ده تاني. وفي مكان تاني في المستشفى بيكون في اتنين ممرضات بيتكلموا عن بطلنا اللي عمل عمليه القسطره، وانه كان هيدخل زعيم العصابه لاوضه العمليات بس الدكتور هان منعه، وان هو دلوقتي فاكر نفسه بروفيسور، وكل ده عشان البروفيسور هيوم معتبره احسن طالب عنده. وهنا بيقرب منهم جيسو وبيقول: هو انا حطيت القلم فين؟ حد شافه؟ بيتلخبطوا الممرضات وبتقول له واحده منهم انها مش عارفه، وبتقول له الثانيه انها لازم تروح عشان تغير الضماد لمريض. بتروح وراها الاولى بحجه انها هتغير المحلول لمريض تاني. وبعد ما بيمشوا بيقول جيسو: بعد كل اللي عملناه عشان ننقذه الناس بتعتبرنا وحشين وخونه، ولا ايه رايك؟ بيرد بطلنا: غريبه قوي ان متدرب عمل حاجه متهوره يكسب منها ثناء. بيكمل جيسو: يعني انت عارف الكلام ده بس عملت اللي عملته. بيفكر بطلنا ان المكان هنا الجو بتاعه غريب عشان في واحد مكار ابتدى يتحرك، فبيقول له جيسون ان البروفيسور هيون كان بيدور عليه وانه لازم يروح بسرعه عشان ممكن يكون في حاجه كويسه عاوز يقولها له. بيروح بطلنا المكتب البروفيسور اللي بعد ما بيستقبله بيقول: الظاهر ان هيكون في لجنه تاديبيه بعد الحادثه الاخيره، ودي غلطتي. انا حاولت اتعامل مع الحكايه دي بس الظاهر ان مفيش مخرج، انا كنت متهور وما كانش لازم اسبب احراج للدكتور هان قدام الكل، انا اسف. بيرد بطلنا: مفيش مشكله، لو لازم اواجه اجراءات اللجنه فانا جاهز. بيكمل هيون: ازاي شاب زيك بيفضل هادي كده؟ انت مش مكسوف مني؟ عموما انا هعمل اقصى جهدي وانت جهز تقريرك التوضيحي. بيفكر بطلنا ان البروفيسور راجل شخصيته عظيمه وقدراته عاليه، بس عشان عاش حياه مستقيمه دايما فما كانش قادر يشوف الشغل اللي بيحصل في الضلمه. وبالنسبه لهان فهو واحد من اللي بيشتغلوا في الضلمه وما بيخسرش قدام اسلوب البروفيسور هيون، واللي بيقول: ما تقلقش احنا هنواجه الموضوع ده مع بعض. فبيرد بطلنا وبيقول له انه هيجهز نفسه. وبنروح دلوقتي المطعم وبنشوف هان قاعد فيه وبيفكر ان رئيس لجنه التأديب هو الدكتور سول، واللي هو رئيس قسم البطنه ويعتبر شخص اتعين من غير كفاءه، فالتفاهم معاه حاجه مش سهله، ولو هيطلب منه حاجه فهيكون في نقاط ضعف وسول هيستغلها. في اللحظه دي بيخش واحد للاوضه فبيقف هان عشان يستقبله، لكن الراجل ده بيقول له: اقعد اقعد، انت بتقف ليه؟ ما انت هترجع تقعد. بيقول هان في سره:
أهو ده نائب رئيس اللجنة واللي هو رئيس قسم الجراحة العامة ومن أكبر الأساتذة، البروفيسور شيم. لو قدرت أكسب دعم الراجل ده، كل الناس بتحترمه لشخصيته ومهاراته وما عندوش أي أعداء، ومدير المستشفى بيثق فيه، ساعتها اللجنة هتبقى في جيبي كلها. بيقول لشيم: بقالنا زمان يا بروفيسور ما تقابلناش، اتفضل المكان هنا أكله حلو قوي. بيرد شيم: قبل ما نبتدي أكل في حاجة عاوز أوضحها، قريب هيكون في مراجعة عشان ترقية الأساتذة مش كده؟ وإنك تقابلنا على انفراد قبل ما تتعين كأستاذ حاجة مش كويسة. بيقول له هان: مش كده، أنا بس حسيت بحاجة مش كويسة عشان ما قدرتش أعزمك على الأكل قبل كده. بيكمل في سره: باعتبار الحكاية كده يبقى كويس عشان الشخص ده عنده مبادئ والراجل بيقدر الإجراءات والاستقرار فأكيد هيدعمني. بيسأله هان لو سمع عن الحادثة اللي حصلت من كام يوم وإن كان في واحد من المتدربين له علاقة بيها. بيعدي الوقت وبنرجع للمستشفى في قاعة المحاضرات وبيقول واحد من الدكاترة: دلوقتي هنبتدي الاجتماع ال 45 للجنة التأديب. موضوع الاجتماع هو المتدرب بارك من قسم جراحة الصدر، والموضوع ليه علاقة بالعلاج اللي مش مصرح بيه للمريض جن، والمريض دخل المستشفى في 17 أغسطس 98. دكتور بارك اتفضل على المنصة. بيطلع بارك على المنصة وبيكون هان بيبص له بحقد. بيعدل بطلنا المايك وبيقول: اعتبارا من دلوقتي هكشف لكم تفاصيل الحادثة زي ما حصلت بالظبط. يوم 17 أغسطس سنة 98 الساعة 10 الصبح تقريبا دخل مريض جن للمستشفى وكانت حالته حرجة، جسمه كان كله فيه طعنات وجروح قطعية، وكان تقريبا شبه فائد للوعي، وفوق ده كله ضغط دمه نزل بشكل حاد واتأثرت الدورة الدموية وده سبب شحوب في جلده. نبضه كان سريع جدا وكان عنده ضيق في التنفس وده اللي خلاني أشك إن عنده انسداد قلبي بسبب الصدمة. بيقول واحد من الدكاترة لزميله وهو مستغرب إزاي الراجل ده مجرد متدرب، فبيرد عليه زميله: أيوه فعلا، أصل لما حد بيقف على المنصة أول مرة بيكونوا متوترين وبيتلخبطوا في الكلام، بس ده هادي بشكل يقلق قوي وتشخيصه مثالي. بيقول الدكتور اللي قدم تقرير اللجنة: بعد إذنكم تراجعوا السجلات الطبية اللي قدامكم، في حالة بارك مفيش أي خطأ في التشخيص. بيوافقوا الدكاترة على كلامه وبيكمل الدكتور: دلوقتي هنبتدي نسمع الأسئلة. بيرفع دكتور إيده وبيقول: أنا دكتور جون رئيس قسم جراحة الأعصاب. النقطة اللي عايز أتكلم فيها إن حتى لو المريض عنده انسداد قلبي فصعب قوي تبرير إن دكتور متدرب يعمل له قسطرة. حسب السجلات الطبية استخدم حقنة من غير استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، وده إجراء ما ينفعش نستهين بيه أبدا. حتى المتخصصين أصحاب الخبرة بيعتبروه من الأساسيات. كان ممكن إن يحصل خطأ وتلف في الرئتين. ممكن تشرح لنا النقطة دي؟ بيبص له بطننا وبيقول: حاضر أنا هشرح ده. أعراض انسداد القلب عند المريض جن ابتدت الساعة 10:30 الصبح، وفي الوقت ده كان كل الطاقم الطبي مشغول بباقي المرضى، وفوق ده كله الأساتذة كانوا في أوض العمليات وما كانش حد متاح أبدا من الأطباء عشان يعملوا عملية مستعجلة للمريض. فبيخبط هنا على الترابيزة وبيقول: لا أكيد كان في أخصائيين أو حد من الزملاء وكانوا يقدروا يتعاملوا مع الموضوع، وحتى لو ما كانش كده كان لازم يتنقل المريض لمستشفى تانية. إزاي يجرؤ دكتور متدرب إنه يعمل الإجراء ده؟ يعني أنت حتى مش دكتور مقيم ومجرد متدرب، والمعرفة القليلة موضوع خطير. كان ممكن إن السلوك المتهور ده يعمل كارثة طبية كبيرة وما ينفعش نسكت عندها. لازم يتعاقب عشان نتأكد إن مش هيحصل حاجة زي كده مرة تانية. بيقول الدكتور شيم: كلام الدكتور هان صحيح، الحادثة دي عملت مشكلة في النظام والانضباط في المستشفى وما ينفعش نسمح الموضوع ده يتكرر تاني، بس مش لازم نسمع الحكاية من دكتور بار. بيتصدم هان من كلام شيم وبنرجع لوقت ما كانوا هما الاتنين في المطعم بعد ما قال له هان على الحادثة. هنا بيقول شيم: انت قصدك بارك؟ بيرد هان: هو انت عرفت؟ بس انت لسه راجع من امريكا. بيكمل شيم: هو صحيح انا عجوز بس لسه عندي عيون وودان وكل في المستشفى يعرفوا وانا برضه. بيقول له هان: طيب باعتبار اننا بنتكلم عن الموضوع ده اعتقد انه ما ينفعش نسكت عن الحادثه دي. ازاي دكتور متدرب بيعمل عمليه جراحيه؟ لمجرد ان افكر في الموضوع ده بيقشعر جسمي، ولو سكتنا هيكليه المستشفى واجراءاتها كلها هتنهار، وعشان نحافظ على الاستقرار لازم نعالج المشكله دي فورا. بيشرب شم من كوبايته وبيقول: ايه الطريقه الرخيصه دي؟ يعني حتى الحيوانات بتحمي الصغيرين بتوعهم، ازاي وصلت معاك انك تهين زميلك اللي معاك في القسم؟ بيتلخبط هان وبيقول: لا الحكايه مش كده، انا كنت قلقان ان الحادثه دي تضر بسمعه المستشفى. بيرد شيم: انا دورت في الموضوع والاجراءات كانت سريعه ومناسبه قوي، لكن انت بتفترض حوادث طبيه ما حصلتش بس عشان تدمر شخص موهوب. ده زميل من جامعه تانية، مش لازم نساعده ونقف جنبه بدل ما نوقعه؟ وعلى فكره بعد اللي عمله بارك فهو متقدم عليكم بكتير. بيسالوا هان يقصد ايه، فبيجاوبوا شيم: امبارح بالليل بارك جالي وكان حاسس بالندم على قراره المتهور، وكان حاسس بالذنب برضه ان كلكم اتورطتوا بسببه. انا فاهم اللي بتقوله وعارف انك قلقان على المستشفى، بس المستشفى دي فيها ناس كتير وكل زمايلنا هم عيلتنا التانية ولازم نتأكد إن حاجة زي دي ما تحصلش تاني، ولو ما كانش عندك قلب أو تعاطف إزاي هنثق فيك ونشتغل معاك؟ أنا هدفع تمن وجبتي، سلام. بيقف الدكتور شم وبيمشي فبيمسك هان الكوباية بيخبطها في الحيطة، وبنرجع تاني مع بعض للجنة وبيقول دكتور شم: كمل يا دكتور بارك. طبعا هان بيكون مستغرب إزاي بطلنا بقى قريب من البروفيسور شم، وهنا بيقول بطلنا: زي ما قال البروفيسور هان أنا فكرت إني أنقل المريض لمستشفى تانية، لكن حالة المريض بقت وحشة قوي وكان هيحصل له نوبة قلبية في حوالي 30 دقيقة.
وفوق ده كله رجالته دخلوا اوضه العمليات وهددوا انهم هيجيبوا جراحين بالقوه من اوض العمليات، وعشان الموضوع ما يكبرش ويبقى حادثه اكبر من كده ما كانش قدامي خيار الا اني اتصرف. بيتناقشوا الدكاتره بينهم وبين بعض ان ده عذر مناسب وان الحاله دي ما كانش فيه طريقه عشان تتحل بيها المشكله الا زي ما عمل بطلنا بالظبط، وبرده كان الاجراء الطبي ممتاز وتصرف بحكمه ومهاره متميزه، وانهم مش قادرين يصدقوا ان هو دكتور متدرب. بيتعصب هان وبيصرخ: ده دكتور متدرب، هو فاكر نفسه مين عشان يشخص لوحده؟ ايه السخافه دي؟ كان لازم يستنى بدل ما يتصرف بتهور. بيرد بطلنا بهدوء: حتى لو الموضوع ده وصل لموت مريض، كلامك صح. قد ما كنت واثق في نفسي فمش من حقي كدكتور متدرب ان اتصرف من دماغي، وانا ندمان قوي على اللي عملته ومستعد اتعاقب بكل تواضع، لكن لو ما عملتش حاجه المريض كان هيموت بنسبه 100%. بيكمل بطلنا في سره: مهما كانت خطتك مش هخليك تعمل اللي انت عايزه. في اللحظه دي بيقول الدكتور اللي اقرع: استنوا، الجلسه لسه ما خلصتش. دكتور كيم، بعد اذنك وسع المستندات دي على الموجودين. بنشوف الدكاتره بيقروا الورق وبنعرف ان بطلنا قابل الدكتور اللي اقرع ده قبل ما يخش اللجنه واداله الورق. ونشوف جيسو بيقرا الكلام المكتوب وبيكون التقرير عن توريد دعامات قلبيه غير قانونيه من قبل شركه جوهو، واللي هي شركه مورد للمعدات الطبيه. وهنا بيقول الدكتور اللي اقرع: دلوقتي نبتدي الموضوع التاني في الاجتماع، وانا شايف يا دكتور هان ان مفيش داعي تقعد وتتفضل على المنصه وتشرح لنا موقفك بالتفصيل. شفنا في الحلقه اللي فاتت ازاي البنت الصغيره عاشت بعد العمليه وبعدها حصلت حادثه وكان في عصابه دخلت المستشفى وكلهم مصابين. رئيس العصابه كان وضعه خطير قوي بسبب الزحمه، وكان اغلب الدكاتره الاخصائيين ما كانوش موجودين، فاضطر بطلنا هو وصاحبه جيسو انهم يعالجوا رئيس العصابه وقدر ينقذه بسبب القسطره اللي ركبها له على قلبه. بعدها شفنا لما بطلنا زاروا في الاوضه وشكروا رئيس العصابه واداله ساعه غاليه جدا، لكن بطلنا رفضها وقال له ان اهم مكافاه بالنسبه له هي صحته وانه بقى كويس. بعدها البروفيسور هيون قابل بطلنا وقال له ان في لجنه تاديبيه عشان الحادثه اللي حصلت، وكان في دكتور اسمه هان بيحاول يوقع بطلنا في مشاكل. حاول هان ان هو يشوف اعضاء اللجنه عشان يقنعهم، لكن نائب رئيس اللجنه كان راجل كويس وما رضيش باللي طلبه هان. وبعدها بطلنا قدم تقريره في اللجنه وكل الدكاتره كانوا مبهورين من ادائه في العمليه ومن تبريره المنطقي كمان بسبب حاله المريض والظروف اللي كانت فيها المستشفى. لكن في الاخر عرفنا ان بطلنا قدم اوراق لاداره المستشفى بتكشف ملف عن تجاره اجهزه طبيه غير قانونيه متورط فيها الدكتور هان. يا ترى حصل ايه بعد كده؟ تعالوا اقول لكم. بيبص هان للدكاتره وبيشوفهم كلهم بيقروا الورق وبيقولوا انهم مش مصدقين الدكتور هان انه يعمل حاجه زي كده، فبيزعق هان وبيقول: هو ايه ده؟ بيرد الدكتور الاقرع: هو انت بتسالني ليه؟ انت لازم تكون تعرف اكتر من اي حد تاني، ولا ايه رايك؟ بيديله التقرير عشان يقراه. وطبعا يا جماعه الدعامه الطبيه دي هي الجهاز اللي بيستخدم في حالات زي احتشاء عضلات القلب وتسلخ الابهر، والمستشفى استخدم الدعامات دي واللي هي من انتاج شركه جوهو على مدى سنين طويله. بيكمل الدكتور الاقرع: شركه جوهو كانت بتصنع الدعامات دي بشكل غير قانوني من غير ما تاخد موافقه اداره الغذاء والدواء، ورغم ان واحد من المسؤولين في المشتريات كان عارف الموضوع ده لكنه عمل نفسه مش شايف حاجه قصاد 2 مليار وون، والشخص ده كان الدكتور هان. يا ترى في حاجه مش مظبوطه في التقرير ده؟ بيتلخبط هان وبيصرخ: لا مش انا، مين اللي عمل التقرير الكذاب ده؟ بيبص للدكاتره وبتيجي عينه في عين بطلنا وبيعرف ان هو اللي لبسه في المصيبه دي. وبنرجع كام يوم لورا وبنشوف بطلنا قاعد مع الدكتور الاقرع ده واللي بيقول: انت بتدور عليا ليه؟ طبعا يا جماعه الدكتور الاقرع اللي بنقول عليه ده هو رئيس اللجنه التاديبيه واسمه سول وعنده 40 سنه، بس خبرته مش كبيره، ورغم كده هو لسه رئيس قسم عشان هو صهر رئيس مجلس الاداره. بيقول بطلنا: متاسف عشان جيت بشكل مفاجئ، بس انا عندي حاجه مهمه عاوز اتكلم معاك فيها. بصراحه كده انا امبارح عملت حاجه غلط في قسم الطوارئ بس من غير قصدي. بيرد سول: يعني انت جاي هنا عشان المشكله دي؟ الموضوع ده بيرجع للجنه التاديبيه، هي اللي بتقرر وانا هلتزم بقرار اللجنه، يعني حتى لو جبتني لهنا فده مش هيغير حاجه. بيكمل بطلنا: بس انا مش جاي عشان الموضوع ده، السبب اللي خلاني اطلب مقابلتك لاني قدرت اعرف حاجه. بيديله بطلنا الورق فبيتصدم سول بعد ما بيقراه وبيقول: انت جبت الورق ده منين؟ طبعا يا جماعه كل المستشفى تعرف ان الدكتور سول والدكتور هان بيكرهوا بعض جدا، وكانوا لما بيختلفوا في الاراء الطبيه كان اللي بيطلع كسبان في الاخر هو هان. بيجاوب بطلنا: انا حسيت ان الموضوع ده اكبر من قدراتي عشان كده جبت لك الورق، بس انت بتخطط لايه؟ يعني انا جيت للشخص اللي بثق فيه اكتر من اي حد تاني. بيبص له سول وبيبتدي يضحك بصوت عالي. نرجع تاني للجنه وبيبص بطلنا لهان وبيقول لنفسه: معلش يا دكتور هان ما تتضايقش كتير، انت بس اتقبض عليك قبل 5 سنين من المتوقع. وهنا هان بيزعق بصوت عالي: بارك يا ابن الكلب، تعال هنا بسرعه. بيرد عليه سول: انت بتعمل ايه يا دكتور هان؟ بيفتكر بطلنا ان هان صنع لنفسه اعداء كتير قوي، يعني مش بس الدكتور سول، اصله راح للدكتور شيم كمان عشان يحاول يمشي الحكايه اللي في اللجنه دي، لكن برضه الدكتور شيم كان عنده شكوك فيه. بعدين هان هو طالب منقول من جامعه تانية وكان شكله وحش وكان عنده عقده نقص ومتكبر دايما، ومهما كان الواحد بيكره حد لكن لما بيحوله لعدو فده غلط. وهان ما بيعرفش يختار الوقت الصح وكان اكبر غلط عمله انه خلى بطلنا عدوه. بيعدي الوقت وبنشوف في الطرقه بطلنا وصاحبه جيسو اللي بيقول له: جسمي كله بيوجعني، انت بتاكل ايه عشان تبقى قوي كده؟ ما تقول لي يا عم.
فبيقول له بطلنا انه بيفضل قوي كده عشان لسه هو شاب. بيكمل جيسو: يعني انا اللي مش شاب؟ انت بقيت تتكلم زي العواجيز. لكن تعرف، انا بفكر شويه في الموضوع دلوقتي. اصل بقالنا شهر من ساعه ما قبضوا على الدكتور هان، وبصراحه الحكايه غريبه. اصل المعلومات دي زي ما يكون الشركه هي اللي بتكشف عن نفسها، او تقدر تقول ان في حد بيعرف كل حاجه وجهز ورتب كل حاجه بشكل مثالي. بيرد بارك: ومين عارف، بس بصراحه الحكايه دي في الاول ولا في الاخر هتحصل. بيقول له جيسو: ايوه، اصل الفلوس اللي كسبها كتيره قوي. بالمناسبه هو مش فاضل غير شهر عشان التخصص، انت هتختار جراحه القلب والصدر؟ بيرد بارك: ما انت عارف، بتسال ليه؟ وانت ايه، مش هتخش جراحه الصدر والقلب؟ بيشاور جيسو بصباعه وبيقول له: لا يا حبيبي، جراحه الصدر والقلب دي مش ماشيه معايا. انا هخش في جراحه التجميل. ما هو المستقبل كله في جراحه التجميل، وانت بقى اجتهد في الصدر والقلب بتوعك دول، وانا هكسب الفلوس واخدك على الشيك على شحال. بيتمنى له بطلنا التوفيق وبيشجعه. فجأة بيسمعوا صوت حد بيزعق، فبيتفتح الباب الأوضة قدامهم وبيخرج منها راجل عجوز. بيقف في نص الطرقة وبيزعق وبيقول: هي الست العجوزة اللي جوه دي مش بتاكل ليه؟ انتوا اديتوها ايه عشان مش عايزة تاكل؟ يلا بسرعة تعالوا افحصوها يلا هخلص عليكم. بيفتكر بطلنا حادثة حصلت في حياته اللي فاتت مع الراجل العجوز ده، وساعتها كان واقف على السطوح وحاول بطلنا انه يلحقه، لكن العجوز نط من فوق السطوح. وبنرجع تاني للطرقة اللي كانوا فيها وبيقول بطلنا: يا جدي ما ينفعش تزعق بالطريقة دي، انت مش لوحدك في المستشفى وفي ناس تعبانة. بيرد العجوز: وانت مين عشان تتدخل؟ فين الدكتور التاني اللي كان بيجي هنا؟ بيفتكر بطلنا ان الراجل العجوز ده في حياته اللي فاتت كان هو المرافق لمراته اللي عندها سرطان في المعده، كان دايما بيزعق وبيشتم لكن صحته كويسه والرئتين عنده زي الحديد. فبيقول له بارك: اعتبارا من الشهر ده انا الدكتور المسؤول. بيكمل العجوز: اه يا حراميه، انتوا ما بتعملوش حاجه الا انكم بتاخدوا فلوس مننا، وكل اللي بتعملوه ان الدكاتره بتتغير وبترجعوا في الاخر تدوها علاج بيخليها ما تعرفش تبلع الاكل. بيقول له بطلنا ان هو ده العلاج اللي لازم تاخده. فبيشتم العجوز وبيقول له: كفايه كلام فارغ، رجعوا لي فلوسي يا حراميه. بيرد بارك: بص يا جدي، لو هتفضل كده انا هنده السكيورتي. وهنا مراته بتتكلم وبتقول: كفايه يا راجل عجوز. متاسفين يا دكتور بس جوزي بيتعصب شويه. بيقول لها بطلنا انه مفيش مشكله، وبيرد العجوز: طيب ماشي، انا هفضل متابع كل حاجه، ولو اديتها اي حقنه غاليه او ملهاش فايده انا مش هعدي الموضوع ده على خير، فاهم؟ بتبص له مراته وبطلنا وهو خارج من الاوضه، وبتقول الست العجوزه: معلش هو يمكن عصبي شويه بس قلبه طيب. بيقرب منها بطلنا وبيقول لها انه هيفحصها، فبتمد دراعها وبيفحص بطلنا الضغط وبيعرف ان نبضها ضعيف. بيسالها لو كان عندها مشاكل في البول، فبترد عليه: انا اصلا ما بقدرش اخش الحمام. فبيعرف بطلنا ان عندها فشل كلوي، وبسبب الكيمياوي اللي بتاخده والمضاد الحيوي اعضاء جسمها بقت مش بتشتغل بطريقه كويسه، وده اللي خلى الدم ما يوصلش بشكل كويس للكلى. هنا العجوزه بتجيب برطمان وبتاخد منه حته شوكولاته بتديها لبطلنا وبتقول له: ارجوك تخلي بالك من جوزي بعد ما اموت يا دكتور، صدقني هو يمكن عصبي شويه بس بجد قلبه طيب قوي. بعد شويه بنشوف العجوز ماسك كيس وبيتخانق مع بطلنا وبيقول له: انت يا حيوان، كل لما تشوفني ليه بتتخانق معايا؟ هو انا عملت لك ايه؟ بيجاوب بطلنا: عشان انت بتعمل حاجات ما ينفعش تعملها. بيكمل العجوز: هو انت فاكرني انا اللي سممتها؟ فبيرد بطلنا وهو بيشاور على الكيس: ما ينفعش تاكلها من الاكل ده. فبيتعصب عليه العجوز وبيقول له: دي مش بتاكل حاجه ليه؟ يمكن تقدر تاكل من ده، انت اصلا عاوزها تجوع لحد ما تموت مش كده؟ بيحاول بطلنا يفهمه ان الاكل ده مش هينفعها. فبيكمل العجوز: انا فهمت دلوقتي يا نصاب، انت عاوزها تفضل عيانه عشان تفضل عندكم في المستشفى والفاتوره تكبر. بيمسكوا بطلنا وبيقول له: بطل كلام فارغ بقى يا جدي. بعد 10 ايام بتكون العجوزه في العنايه المركزه وبنتها وحفيدها واقفين قدام الباب، وهنا بيخرج بطلنا من جوه وبيقول: احنا قدرنا نتجاوز الازمه، لكن دلوقتي السرطان وصل لمرحله متقدمه. فبيسالوا الحفيد لو محتاجه لجراحه. فبيكمل بارك: للاسف جسمها مش هيستحمل عمليه جراحيه، وانتوا لازم تجهزوا نفسكم. فبتسالوا البنت لو الحكايه دي هتحصل دلوقتي. فبيجاوب بطلنا: لا هو مش دلوقتي بس محدش عارف امتى. بيتكلموا البنت والحفيد مع بعض وبيتفقوا على شويه حاجات وعلى انهم صرفوا فلوس كتيره على قعده المستشفى دي. بيبص بطلنا حواليه وبيسالهم فين الجد، فبتبص بنته حواليها وبتقول: هو لسه كان هنا، اعتقد انه راح الحمام وهيرجع بعد شويه، اكيد حضرتك مشغول ما تشغلش بالك بينا. بيستأذنهم بطلنا وبيمشي، وهو ماشي في السكه بيفكر ان الفلوس مهمه وانه عانى كتير من الموضوع ده، بس العيله دي بيحسبوها ان لو عدى عليهم يوم زياده فدي كارثه. والمشاكل اللي بيعملها العجوز بسبب الفلوس طلعت موجوده في كل العيله. بيخش بطلنا للحمام وبيكون ضلمه، بيولع النور وبيخش لجوه، فبيتصدم لما بيشوف الراجل العجوز قاعد على الارض ووشه للحيطه. وهنا بينده عليه وبيقول له: جدي. بيبص له العجوز وبيظهر فوق دماغه العمر المتبقي وبيكون باقي 7 ساعات ونص. بيقرب منه بطلنا وبيساله لو هو كويس. فبيرد عليه العجوز: انا كويس، في ايه؟ بيقول له بطلنا ان مفيش حاجه. بيكون بيبص له وبيفكر ان الوقت اللي شافه فوق دماغ العجوز يمكن يكون غلط. بيشوف ان عينيه ونبضه طبيعيين. وهنا بيشوف الكيس اللي كان مع العجوز وبيقول له: جوكوبال مره تانية، باين انك بتحبها قوي. بيتعصب العجوز وبيرميها من قدامه وبيقول: انا زهقت من الحاجه دي، انا تعبت قوي ويا دوب بقدر اجيب القرش، قضيت حياتي كلها وانا بشتغل، ودلوقتي هسيب الدنيا دي من غير ما اقدر اعمل حاجه، ومراتي الطيبه
الست اللي ما بقتش قادرة تاكل حاجة قاعدة في السرير دلوقتي في المستشفى وكل يوم بيعدّي بندفع فلوس أكتر، هي مش قادرة تقول حاجة، بس تخيّل قد إيه الموضوع ده بيوجعها من جوّه. بيفتكر بطلنا كلام البروفيسور هيون وإنه لسه بعيد أوي على إنه يكون دكتور بيعالج بقلبه، بيقول: "أنت ومراتك كان عندكم مطعم جوكو بال؟" بيرد العجوز: "أيوه، بعد الحرب العالمية التانية في الخمسينات كنت أنا وهي أيتام وما عندناش أي قرايب وما كانش لينا غير بعض، كنا بنكافح عشان لقمة العيش، ربينا عيالنا وصرفنا عليهم عشان يدرسوا برّه، وفي الآخر بعد كل الوقت ده ساعة أمّا افتكرنا إننا نقدر نستريح حصل اللي حصل." بيبُص بطلنا للصورة اللي خرجها العجوز من جيبه وبيقول: "جدتي كانت ست جميلة لمّا كانت صغيرة." بيكمل العجوز: "دي كانت أجمل بنت في القرية وقلبها كان جميل زيها، تخيل ما رضيتش تعمل فرح بس كانت بتوفّر فلوس عشان ناخد صورة واحدة حلوة، كانت بتشتغل خياطة في السر عشان تشتري لي بدلة جميلة، كانت بتصلّح هدومها القديمة بنفسها وما ترضاش تجيب حاجة جديدة عشان تخبّي الفلوس للمستقبل، تخيل شخص بروعة الست دي كل اللي شافته في حياتها هو الشقا، وده كله بس عشان كانت عايشة مع راجل زيي ما لوش حظ، ليه يكون مصيرها كده وتعيش الحياة دي؟" بيحس بطلنا إن العجوز ده شخص رقيق جدًا، فبيطبطب على كتفه وبيقول له: "طعم الجوكوبال أحسن وهو سخن مش كده؟ لمّا الجدة تبقى كويسة هترجع تاكل الجوكوبال وهتشتري هدوم جديدة وهتتصور معاك صورة جديدة كمان." بيرد العجوز وهو خارج من الحمام: "أنت شايف كده؟ أنا افتكرت حاجة لازم أعملها، أشكرك يا دكتور." بعد ما خرج العجوز بينده عليه بطلنا وبيشيل الكراسة من على الأرض وبيقول له: "أنت نسيت دي على الأرض، أجيبها لك؟" لكن العجوز مش بيسمعه وبيفتح بطلنا الكراسة وبيقرا اللي جواها، بيتصدم من الكلام المكتوب وبيبتدي يجري في الطرقة وهو بيقول لنفسه: "أنا ليه سِبته يمشي؟" في اللحظة دي بيقابل بنت العجوز ده وبيقول لها: "هو فين؟" فبتستغرب البنت وبتسأله هو يقصد إيه، بيكمل بطلنا: "ما فيش وقت، اديني عنوان بيت الجد بسرعة." بعد شوية بنشوف بطلنا في العربية وبيوصل لعنوان البيت وهو بيفتكر الكلام اللي كان مكتوب في الكراسة من الجد لمراته وإزاي ابتدت توحشه والسنين اللي قضوها مع بعض وإنهم أخدوا عهد مع بعض إنهم يسيبوا الحياة سوا وإنه هيبقى لابس البدلة اللي اشتريتها له زمان وإنه هيكون قريب قوي معاها. بيوصل بطلنا جنب البيت وبيلاقي العجوز واقف على السطح وبيصرخ وبيقول: "استنى يا جدي، خليك مكانك." لكن العجوز بيكون ماسك صورة في إيده وبيسيبها تقع من فوق السطوح وبينط وراها بيقع على الأرض. هنا بتجري كل الناس عليه وبيبتدوا يسألوا لو كان لسه عايش أو لأ، فبيوصل بطلنا بيقول: "ما حدش يلمسه، ممكن تكون رقبته اتكسرت، أنا دكتور، ابعدوا عشان أشوفه، وأنت يا اللي لابس تيشيرت أبيض، كلم الطوارئ بسرعة." بيقرب بطلنا من الراجل العجوز وبيفحص تنفسه فبيلاقيه مش بيتنفس، فبيقرب من صدره وبيسمع دقات قلبه، لكن مفيش هوا بيخرج من مناخيره أو من بقه أو حتى صوت نفس، فبيعرف إنه عنده انسداد في الجهاز التنفسي. وبنروح دلوقتي للمستشفى وبنشوف العجوزة نايمة في سريرها وبتبتدي دموعها تنزل، ونشوف بطلنا فوق الراجل العجوز وهو بيصرخ: "مش ده اللي كانت عاوزاه الجدة؟ أنت ليه عملت في نفسك كده يا جدي؟" بيفكر بطلنا إن لو وقف التنفس بالطريقة دي فهيحصل تلف دماغي بسبب نقص الأكسجين، وهيبقى معاه من 4 ل7 دقايق بس عشان يعيشهم. بيبص للناس حواليه وبيقول: "حد منكم معاه سيجارة؟" بيقول له واحد منهم إنه معاه في عربيته، فبيقول له بطلنا: "بسرعة هاتها وولعها كمان." بيبتدي بطلنا يعدل دماغ الراجل العجوز عشان يأمن المجرى التنفسي، بيجي الراجل وبيديله السيجارة فبيقول له بطلنا شكرا ليه، بيحط السيجارة قدام مناخير العجوز وفجأة بيكح العجوز فبيسأل واحد من الموجودين: "هو لسه عايش؟" بيرد بارك: "اللي ساكن قريب من هنا يروح ويجيب بطانيات وفوط بس بسرعة." بعد شوية بيرجعوا الناس ومعاهم الفوط فبيحطها بطلنا على رقبة العجوز عشان يعملها زي طوق، بيكون شايف ان حظه حلو عشان وقع فوق شجرة والاصابات بتاعته مش خطيرة وقدر يوقف النزيف اللي في رجله. بيبص بعدها لساعته وبيكون شايف انه فاضل دقيقتين ولازم في الوقت ده يوصل لهم ماسك الاكسجين، بيسأل نفسه لو كانت عربية الاسعاف وصلت ولا لا او هتوصل في الميعاد ده. بيبتدي يفكر هيعمل ايه في الحالة دي وهنا بيفتكر بطلنا لما كان في المستشفى مع العجوزة ساعة ما طلبت منه حاجة وقالت له يا ريت ما اكونش بزعجك مع اني عارفة انك شخص مشغول، فبيقول لها بطلنا انها مش بتزعجه خالص وهو جاهز انه يساعدها، فبتدي له شنطة صغيرة وبتقول له ان دي هدية، فبيرد بطلنا: "لا يا جدتي انا مش هقبل الهدية دي." فبتضحك الست وبتقول له: "ومين قالك انها ليك؟ دي عشان جوزي." في اللحظة دي بتوصل عربية الإسعاف وبتقف قدام بطلنا، وبنروح دلوقتي للمستشفى وبنشوف بطلنا شايل الشنطة في إيده وبيخش للأوضة اللي فيها العجوز بيقول: "جدي أنا جيت." فبيسأله العجوز هو مين؟ فبيرد بطلنا: "أنا بارك، الدكتور المتدرب في مستشفى جامعة ميونج سونج، أنا الدكتور اللي بعالج مراتك، أنا سمعت إنك مش بتاكل كويس، لازم تاكل بقى عشان تخف بسرعة، وأنا جبت لك الجوكوبال من مكان مشهور." فبيسأله العجوز ليه؟ فبيقول له بطلنا طبعًا عشان صحتك. بيقعد العجوز في السرير وبيقول: "ليه أنقذتني؟ كان لازم تسيبني أموت، أنا وعدت مراتي إني هاروح معاها في رحلتنا الأخيرة، ودلوقتي أنت ما سمحتليش أوفي بوعدي ده." بيقول له بارك: "متأسف، بس أنا كمان وعدتها إني أحافظ عليه." بيدّي له بطلنا الشنطة وبيكون جواها رسالة من الست العجوزة بتكلم جوزها وبتقول له إنه في الوقت اللي هيشوف فيه الرسالة هتكون هي وصلت للجنة، ومش معنى إنها راحت يبقى لازم يبطّل أكل وإنه يفضل عايش دايمًا، ولو فكّر إنه يروح وراها فهي مش عايزة تشوفه، أصلها كانت عايشة عيشة حلوة قبل ما تموت، فهو كمان لازم يعيش حياة حلوة، وإنها هتستناه ولازم يلبس هدوم حلوة لإن هي بتحبه أوي. بيبُص العجوز جوّه الشنطة وبيشوف بدلة جديدة، بيحضن البدلة أوي وبيقعد يعيط جامد.
بعد اسابيع في المستشفى بنشوف الدكتور واقف بره مع بطلنا وزمايله بيأمرهم انهم يتمرنوا ضغط، يقول بص يا بارك كده مش هينفع، لازم تشد نفسك اكتر. بيفكر بطلنا ان هو جواه راجل كبير ولسه بيتمرن التمارين دي، وبيعد بطلنا بصوت عالي فيه تحدي. بيقول الدكتور ايه نبرة الصوت دي؟ انت عندك مشكلة معايا ولا ايه؟ اوعى تكونوا فاكرين باعتبار بقيتوا دكاترة مقيمين يبقى بقيتوا دكاترة متمرسين. التصرفات بتاعتكم كأنكم اساتذة. بيقول بطلنا في نفسه ما انا استاذ اصلا يهبل. بيقرب الدكتور من واحد منهم وبيدوس عليه عشان خاطر يشد جسمه في التمرين، فبيقع الدكتور اللي بيتمرن وبيبص كلهم للدكتور اللي بيدربهم وبيقول انتوا محتاجين تظبطوا من اول وجديد، خصوصا انت اللي على جنب، انا هخلي عيني عليك، يلا كله يرجع للتشكيل. بيقولوا كلهم حاضر، وبطلنا بيفكر انه في يوم هيدمر الراجل ده. بيقفوا الدكاتره وبيبتدوا يتكلموا عن الدكتور وازاي بيتعامل معاهم وان ايديهم ورجليهم بتوجعهم. فبيقول جيسو يا جماعه خلونا نعمل شغلنا بطريقه صحيحه وبلاش نعمل مشاكل والكل يعاني. وهنا الدكتوره بتدوس على رجله وبتقول انت اكتر واحد اصلا بيعمل مشاكل، كل اللي لازم تعمله انك تتصرف بشكل كويس. هو انت اصلا ازاي دخلت اختصاص جراحه قلب وصدر؟ وبنعرف ان الدكتوره دي اسمها سون. فبيقول زميلهم التاني ان جيسو فشل بانه يخش اختصاص جراحه التجميل وده اللي خلاه يخش الاختصاص ده. وهنا بيرد جيسو مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا كنت مخطط ان اختص في جراحه القلب والصدر من الاول. بيضحك بطلنا وبيقول بقى كده يا جيسو؟ بتسالهم سون بيتخصصوا فين دلوقتي؟ فبيقول بطلنا انه في الاوضه 1018. فبيتصدم جيسو وبيقول الاوضه 1018؟ قصدك اوضه المحامي يون؟ مستحيل. فبيقول له بطلنا ايوه المحامي هو مريضي، انت مصدوم ليه؟ بيرد جيسو هو انت فلاح يا ابني؟ ده المحامي العبقري يون، انت ما تعرفوش؟ ده كان الاول على دفعته في كليه الحقوق ومخلص امتحان النقابه باعلى نتيجه وكانت نسبته 100%، حتى انه طلع في التلفزيون من فتره. انت مش بتشوف جرايد ولا ايه؟ انا سمعت ان عنده 33 سنه بس مرتبه السنوي 2 مليار وون، يعني انا بعد الضرايب ما بكسبش اكتر من 2 مليون. بتقول سون لو غيران للدرجه دي بلاش تكمل في مهنه الطب وروح وخش كليه الحقوق، ما ينفعش الدكتور يكون شخص بيحب الفلوس مش كده؟ بيوافقها بطلنا على كلامها، لكن جواه بيكون مصدوم من الرقم اللي سمعه عشان هم في سنه 98 ودي حاجه كبيره جدا. بيسالوا جيسو عن شخصيه المحامي ده، فبيقول له بطلنا انت تقصد ايه؟ المريض هو مريض. بيكمل جيسو اكيد في حاجه مختلفه في شخصيته. بيبص بطلنا للشجره اللي قدامهم وبتنزل ورقه منها فبيمسكها، وهنا بيفتكر لما كان في الاوضه عند المحامي والورق بيطير من كل ناحيه والمحامي يون قاعد بيشتغل قدامه وبيقول له متاسف يا دكتور كنت عاوز يخش الهوا للأوضة لكن كل الدفى اللي كان فيها راح. بيقفل بطلنا الشباك وبيقول له العملية بكرة وانت قلت مش هتشتغل النهاردة. بيضحك يون وبيقول انا كنت ببص بسرعة بس على الشغل، دايما كده هتلاقي فيه شغل كتير فلازم اعمله، وبصراحة مفيش وقت عشان اخلصه. بيبص له بطلنا وبيظهر فوق دماغ يون العمر المتبقي بيكون رقم كبير قوي. بيستغرب بطلنا ازاي ظهر له المرة دي الوقت الطويل ده وما بيكونش فاهم حاجة من اللي بيحصل له. بيكمل يون بجد مفيش حد عارف ايه اللي مخبيه الحياة ليه، كنت دايما بفكر اني لو هنهار فهيكون السبب هو التعب، بس ما كنتش متخيل ان الحكايه توصل لكده. طبعا يا جماعه المحامي يون تشخيصه الطبي هو قصور في الابهر، وده معناه ان الصمام الابهري مش بيقفل للاخر وده بيخلي الدم يرجع لورا، والعمليه دي مش سهله لكنها برضه مش مستحيله، وحتى الدكتور في سنه ثالثه يقدر يعملها. بينده يون على بطلنا وبيساله لو هيبقى كويس بعد العمليه، فبيلاحظ بطلنا ان المحامي بيترعش وبيجاوبه اكيد اهم حاجه ما تتعبش نفسك في الشغل قبل العمليه ولازم تستريح وساعتها هتبقى كويس اطمن. عموما انا هصادر الاوراق دي دلوقتي، وبالمناسبه بغض النظر عن الناس اللي في الورق ده هم في الاخر بشر. وبنرجع لبطلنا اللي واقف في الساحه وماسك ورقه الشجره وبيكمل كلامه لو كانوا بيكسبوا 200 مليون ولا 2 مليار بس لما هيتعبوا ساعتها هيحسوا بالخوف وكل اللي هيكونوا عاوزينه انهم يفضلوا عايشين وبس. بيسالوا جيسو ايه اخبار المريض ده، فبيجاوبوا العمليه كانت كويسه وبعدها اتنقل من الانعاش لاوضته. وهنا بنشوف ممرضه بتجري ناحيتهم بتقول دكتور بارك حاله المريض يونج حرجه قوي. بيخش بطلنا للأوضة وبيشوف يون وممرضة بتقول له تفحص الضغط، فبتقول له ممرضة إن ضغط الدم 95 على 65، فبيقول لها تدي له حقنة دوبوتامين. وبيكمل في سره هو إيه اللي بيحصل؟ لازم دلوقتي يبتدي يخف من غير مشاكل. بيرجع يسأل الممرضة عن ضغطه فبتقول له إنه بيطلع بس بشويش وإنه بقى 100 على 75. فبيرد بطلنا بعد ما أخد الحقنة خلينا نشوف حالته في الساعتين اللي جايين، لو ضغط دمه ما اتحسنش خففي النورا بيرفين وحطي له 14 في المحلول. بيفكر بطلنا ان المريض ده اخذ العلاج المناسب والعمليه المناسبه، لكن رغم كل ده بتحصل له حاجات دي واعراض غريبه بتظهر له، وفجاه بيشوف فوق دماغ يون الوقت المتبقي 90 ساعه. بيبتدي يفكر ان لما دخل المريض ده المستشفى كان حاسس بوجع في صدره، ولما صوروه شافوا جلطه دمويه في الصمام التاجي الاذيني الايسر للقلب، وده اللي خلاهم يعملوا له تبديل للصمام المزدوج. بيكون شايف ساعتها بطلنا ان مفيش مشاكل في التشخيص لكن يمكن حصلت مشكله في الجراحه. وهنا بتقول الممرضه دكتور حاله يون مش كويسه، لازم نبلغ البروفيسور هاند الحكايه دي. بيرد بطلنا ايوه انا كنت هكلمه دلوقتي، خليكي مراقبه حاله المريض ده لغايه اما ارجع. بيخرج بطلنا من الاوضه وبيوصل للريسبشن وبيمسك التليفون بيتصل بالبروفيسور هان وبيقول بروفيسور
معاك بارك. معلش بروفيسور هان، انا مش سامعك. بيزعل البروفيسور هان وبيقول: وايه يعني انك بارك؟ اعمل لك ايه دلوقتي؟ انت اتجننت عشان تكلمني الساعه 2 الفجر؟ بيتعصب بطلنا منه لكن بيهدى وبيقول: انا بكلمك عشان حاله يون حرجه. فبيساله هان عن حالته، فبيقول له بطلنا ان ضغط دمه نزل واداله دوبوتامين. فبيرد هان: كويس، وحالته عامله ايه دلوقتي؟ بيرد عليه: ضغط دمه ارتفع وبقى 100 على 75. بيقول له هان: طيب مفيش مشكله، الراجل ده خارج من عمليه قلب، وموضوع انخفاض ضغط الدم حاجه مؤقته. بس انت ليه كلمتني قبل ما تشوف الدكاتره الكبار المقيمين؟ هو انت ابن مدير المستشفى ولا جاي من امريكا؟ بيجاوب بطلنا: لا، الموضوع بس ان حالته كانت مش طبيعيه. بيتعصب هاني وبيزعق: قصدك ايه انها مش طبيعيه؟ انا قلت انه كويس ومعنى كده انه كويس، انا اللي عملت له العمليه دي. هو انت بتلمح اني غلطت في الجراحه ولا ايه؟ بيرد بطلنا ان ده طبعا مش قصده. فبيكمل هان: اسمع يا انت، فين الدكتور المقيم؟ ازاي تكلمني بشكل مباشر؟ اعمل كده مره تانية وهخلص عليك، فاهم؟ بيقفل هاني السكه في وشه بعدها، وبتيجي الممرضه بتنده على بطلنا وبتقول: دكتور، المريض يون عنده دم في البول والكميه اللي بيخرجها. لكن قبل ما بتكمل بيقاطعها بطلنا وبيقول: انا جاي عشان افحصه دلوقتي. ممرضه ان، ممكن تجيبي لي السجل الجراحي للمريض يون؟ بعد شويه بيكون بطلنا كلم البروفيسور هان، فبيجي هان للمستشفى وبيقول: ايه يا بارك، كل دي تليفونات؟ لازم تجيبني في الساعه المتاخره دي؟ طبعا يا جماعه البروفيسور هان هو استاذ في جراحه القلب والصدر، وبيته بعيد عن المستشفى ربع ساعه بس. بيجاوب بطلنا: حاله يون بقت خطيره جدا، ضغط دمه نزل، عشان كده اديته نورابيفرين، ومعدل البول عنده اقل من 5 سم مكعب في الساعه، عشان كده اديته مدر للبول. وبرضه نسبه تشبع الاكسجين عنده نزلت ل 81%. حطيت له بعدها ماسك الاكسجين. بتقول الممرضه ان: الدكتور بارك عمل كل ده واتعامل مع الموضوع زي ما يكون دكتور عنده خبره قديمه. بيبص له هان بقرف وبيقول: ده اللي بيعمله اي دكتور مقيم. طيب ايه هي نتيجه اختبار غازات الدم الشرياني؟ فبيديله بطلنا الورقه، واول ما بيقراها هان بيتصدم. يقول بطلنا: لو بصيت للنتيجه هتشوف ان درجه الحموضه هي 7.5 ثنائي اكسيد الكربون واكسيد الكبريتيد 92%. بيتعصب هان وبيقول له: انا شايف الكلام، انت فاكرني اعمى؟ بيشد هان على الورقه وبيضغط عليها، وبيكمل بطلنا: الظاهر ان في حموضه في الدم ومحتاجين نعمل عمليه بسرعه. بيبص هان للمحامي وبيقول: وانت تعرف ايه عن حموضه الدم؟ يعني لمجرد انك اتعاملت بشكل كويس مع حاله طارئه مره خلاص فاكر نفسك بقيت مميز؟ انا اللي باخد القرارات هنا، شغلتك تراقب مستوى تشبع الاكسجين عند المريض وتبلغ عن النتائج وبس. احنا هنراقب دلوقتي وبكره هنعمل تنظير للقولون. بيقول بطلنا بعد ما يكون هان مشي: بس انت كده بتضيع فرصته الاخيره اللي هي بين ايديك. بتقول له ممرضه: هو مفيش طريقه تانية؟ بيرد بطلنا: انا مش بتكلم عن فرصه المريض. ممرضه ان، بعد اذنك خليكي هنا دلوقتي وراقبي حاله المريض. بتقول ان: مفهوم، بس يا دكتور بارك. بيقطعها بطلنا وبيقول لها: انا هعمل اللي قلته بس بطريقتي الخاصه واللي بثق فيها اكتر من غيرها. بعد شويه بنشوف البروفيسور هان نزل على السلالم، وفجاه بيسمع صوت بطلنا وهو بيقول: انت لاحظت الموضوع مش كده؟ لو ما كنتش كده فمش هتقترح اننا نعمل تنظير للقولون. المريض ده هيموت من صدمه تانية خلال يومين، وحالته هتكون واضحه جدا واللي هي الاهمال الطبي. بيتعصب هان وبيقول: هو انت فاكر نفسك تقدر تقول اي حاجه؟ اهمال طبي؟ ايه النكته السخيفه دي؟ وحتى لو حصلت له صدمه ومتلازمه خلل وظائف كمان للاعضاء، ايه علاقه ده وقبل ما بيكمل بيقاطعه بطلنا وبيقول له: انت عملت عمليه استبدال صمام مزدوج، والقسطره الموجوده في الاذين الايسر اكيد شالت الجلطه، وعشان ما يحصلش انسداد شلت القسطره من الاذين الايسر، بس الاكثر امان اجراء شق مباشر. بس يا استاذ انت دخلت القسطره قبل ما تعمل الشق في الاذين الايسر. انا فاهم ان ده بيخلي الاجراء اسهل، بس الجلطه اللي اتشالت بالقسطره احتمال انها تسببت في انسداد وعائي معوي، وواضح ان الحاله دي هي اهمال طبي. بيمسكوا هان من البلطو بتاعه وبيزعق: انت بتقول ايه؟ انت بتكرهني ليه؟ اساسا هو ده السبب اللي يخلينا ما نسمحش للغرباء واللي مالهمش نسب سليم يخشوا وسطنا. حته حشره مالكش قيمه ولا تعرف معنى الخير اللي بيتعمل معاك. بيرد بارك: مفيش وقت للكلام ده، السجلات الجراحيه بتبين ان القسطره اتحطت في الاذين الايسر قبل ما يحصل الشق، ومعنى كده ان دي تعتبر نقطه رئيسيه في الدعوه القضائيه الطبيه. بيخاف هان من بطلنا اللي بيطبطب على كتفه وبيكمل: لو الحكايه دي انتشرت ساعتها المستشفى هتتقلب. انت ايه رايك؟ يعني هتقف ضد اكبر شركه محاماه في كوريا مش يوم بيشتغل فيها؟ يا ترى المستشفى ده بقى ساعتها هيوصل لفين وهو بيحمي بروفيسور من عيله كبيره؟ بس انا باعتباري شخص جاي من بره فمش عارف، انما لسه في طريقه. بيقعد انا على الارض وهو مصدوم وبيكمل بطلنا: لو عملت زي ما هقول لك فانا هساعدك عشان الموضوع ده ما يبقاش دعوه طبيه. فبيساله هان ليه، فبيرد عليه: انت بجد بتسال ليه؟ مش احنا عيله واحده؟ بعد شويه بنشوف بطلنا في قسم جراحه القلب والصدر وبيبص للساعه وبيقول في سره: في الوقت ده لازم عمليه استئصال الامعاء تخلص. العمليه دي مش سهله، بس كويس ان البروفيسور تشوي من قسم جراحه الجهاز الهضمي موجود عشان هو من افضل الجراحين في المستشفى، وانا اساسا كان لازم اشارك في الجراحه دي، بس بروفيسور هان رفض ويمكن عمل كده عشان خوفته. بس كويس ان جيسو وسون والممرضه ان موجودين، مش هيبقى في مشاكل. اهو عدى ساعتين ولازم دلوقتي البروفيسور تشوي يكون خلص ازاله النسيج الميت، والبروفيسور هان يكون شال الجلطه اللي فضلت. وهنا بطلنا بيسمع الممرضه ان وهي بتجري وبتنده عليه، فبيبص لها وبيقول: في ايه يا ان؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بتقف الممرضه قدامه وبتقول له وهي مرعوبه:
البروفيسور هان انهار. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. كلمة سر حلقة النهارده هي يون. اوعوا تنسوا اللايك والشير واجمل تعليق منكم يا اساطير، واللي ما اشتركش في القناة يلحق بسرعة يشترك فيها. كان معاكم من وراء المايك عمرو سالم، استنونا مع بعض في الحلقات الجاية بكل جديد. سلام شديد.